بس وقف، يلا اظبط الكادر. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. بسم الله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، والصلاه والسلام على خير معلم الناس خير محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. كده كنت تاني مره بعد قطع المحول، وربنا يستر وربنا يجيب العواقب سليمه ان شاء الله. طيب، النباتات الزهريه، هذه المحاضره المزهزهه الملونه الجميله. النباتات الزهريه من الدروس المهمه اللي بيجي عليها اسئله طبعا يعني ولا شك، ومن الدروس اللي هي اوفر ريتد، يعني الناس مديها اكبر من حجمها. ليه بقى؟ لان النباتات الزهريه هي عباره عن حكايه، لو شرحت كحكايه هتلاقي ان الدنيا سهله. انت بتعرف شويه معلومات في الاول دي لوحدها بصراحه، بعد كده تركيب الزهره وكل تركيب بيعمل ايه، بعد كده تكوين حبوب اللقاح كونتها خليها في ايدك، وبعد كده تكوين البويضات كونتهم يلا ادمجهم يبقى ده تلقيح او وصلهم لبعض تلقيح، بعد كده ادمجهم مع بعض اخصاب، والاخصاب ده اخصاب مزدوج. عملت كده خلاص يا عم الحاج، يلا نكون بذره، يلا نكون الثمره، ونتكلم بقى عن البذور الاندوسبرميه واللا اندوسبرميه، وحاجه اسمها الاثمار العذري. والاثمار العذري اصلا بيتشرح غصب عنك كده وانت بتشرح التلقيح، فتلاقي الدنيا طب ما الدنيا سهله اهي، امال كنتوا مصعبينها ليه؟ فاهمني؟ انما لو اتشرح على اجزاء بتلاقي ان الدنيا صعبه خالص والله. تمام، يلا بينا نبدا عشان ما نطولش وعشان ما يحصلش اي حاجه ثانيه، عشان بصراحه الواحد جايب اخره. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. مقدمة: النباتات الزهرية. كلمة النباتات الزهرية ديت معنى كده ان في نباتات مش زهرية. اي نعم صح، لان النباتات الوعائية في حاجة كده مملكة اسمها النبات في سنة اولى في التصنيف. مملكة النبات دي كانت بتقسم الى طحالب وحاجة اسمها حزازيات، مش مشكلة، والنباتات الوعائية. وعائية يعني عندها وعية الخشب واللحاء، ودول كانوا بيقسموا لثلاث حاجات. رقم واحد النباتات السرخسية. طب وانت بتقول الكلام ده يا دكتور مكان في سنه اولى؟ حبيب قلبي، النباتات السرخسيه دي اللي احنا خاتمين بيها الدرس اللي فات، الفوجير وكزبره البئر، عليك والله. نباتات سرخسيه. هل الفوجير كان فيه ازهار؟ لا، عشان كده ما قلناش على نباتات زهريه. هو نبات اخضر وفيه كلوروفيل وبيعمل عمليه بناء ضوئي، فهو نبات. والجدار بتاعه فيه سلولوز، فهو نبات. صح ولا ايه؟ وعنده جذور ويمتص الميه من التربه، فهو نبات. ولكن هل عنده ازهار؟ لا، فمش نبات زهري. نبات من السرخسيات التي تتكاثر بتعاقب الاجيال، وتتكاثر بالجراثيم الطور الجرثومي، وتتكاثر بالامشاج الطور المشي. حلو قوي، ولا تنتج ازهار خالص. طيب رقم 2، في حاجه اسمها النباتات معرات البذور. ايه ده؟ يعني عندها بذور؟ ايوه، دي ما عندهاش ولا ازهار ولا بذور. اكتب كده: السرخسيات لا تمتلك ازهار ولا تمتلك بذور، ولكن تتكاثر بتعاقب الاجيال. طب النباتات معرات البذور دي بيسموها المخروطيات. زي مين؟ زي الصنوبر. الصنوبر من معرات البذور، والمعلومه دي كانت في سنه ثانيه عندك، وكانت في اولى طبعا، بس انتوا ما خدتوهاش في اولى، كان تصنيف تقريبا ملغي من عندكم، مش فاكر. ماشي، فده الصنوبر عنده بذر ولكن معرى، ما عليهوش غلاف ثمري. دوت معناه ان النباتات الزهريه ديت ممكن نقول عليها مغطاه البذور. ليه؟ لان بذورها تنشا داخل غلاف ثمري. وخلي بالك، غلاف ثمري مش غلاف زهري، لان الغلاف الزهري دوت حاجه تانية. لما يبقى الكأس والتويج الاثنين شبه بعض وما نعرفش نميز ما بينهم، ده اسمه غلاف زهري. انما في اللي قدامك دوت ده اسمه غلاف ثمري. يعني ايه بقى؟ تخيل كده انت بتتكلم مثلا عن البرتقانه، او ان شئت الدقه فهي البردقانه، التي تقوم بتقشيرها وانت قاعد تحت ظل شجره من السمس. الكلام ده كان عمنول عند الناس دوك هم. طبعا هذا الكلام من الثقافه المصريه الاصيله. حضرتك دلوقتي من ايجيبت، ما انت من ايجيبت ومش فاهم يعني ايه بردقانه، بتقولها برتقاله او برتقانه، اسمها بردقانه. وشجره وسمس، الكلام ده كان ايه؟ عمنول او ديك النهار، مش فاكر. وعند الناس دوك هم ماشي داخل غلاف ثمري. لو انا بتكلم دلوقتي عن البردقانه وقلت لك ديت الثمره او البذره بتاعه البرتقانه، فين بقى الغلاف بتاع البردقانه؟ فين الغلاف الثمري؟ الغلاف الثمري هو الثمره ذات نفسها اللي بتتاكل، الفصوص بتاعتها بالاضافه للقشره اللي بره. تمام؟ يبقى ديت الغلاف الثمري. انما معرات البذور، البذور بتاعتها غير محاطه بغلاف ثمري. النباتات الزهريه هي نباتات مغطاه البذور، وبتتراوح من شجيرات صغيره لحد اشجار ضخمه ملهاش حجم معين يعني. طيب يلا ندخل بقى على تعريف الزهره. الزهره
في كلمه كده حماده هلال قوي في نفسها يقول لك هي عضو التكاثر في النباتات الزهريه. يا راجل، طب ما انا جاي ادرس التكاثر في النباتات الزهريه، فاكيد الزهره هي عضو التكاثر. ولكن بعد كده يدخل بقى في كلام مش مفهوم، يقول لك وهي عباره عن ساق قصيره تحورت اوراقها لتعطي المحيطات الزهريه المختلفه. فانت تقول له الله يسامحك، ايه الكلام اللي انت بتقوله دوت يا عم الحاج؟ يقول لك دي الساق الاساسيه، في ساق بتبقى صغيره كده، الساق ديت المفروض تطلع ايه؟ تطلع اوراق، كل حته تطلع ورقه، ده الطبيعي يعني. ولكن احنا بنبص لقينا ساق قصيره بدل ما تطلع اوراق خضراء فيها كلوروفيل والكلام دوت، لقيناها بتتحور الى الكأس والتويج والطلع والمتاع، وهكذا لحد ما تدي ايه؟ لحد ما تدي الزهره. يبقى هي عباره عن ساق قصيره عادي والله زي ده هي بالظبط، ولكن الاوراق بدل ما تبقى اوراق تحورت اوراقها لتعطي المحيطات الزهريه المختلفه. طبعا بقى في شويه مقارنات كده. الزهره ديت قد تكون معنقه او جالسه. يعني ايه؟ يعني انت لو لقيت ده التخت، طب ما هنا في تخت برضه، ايوه بس لو لقيت تحت التخت دوت عنق نسميها معلقه، لقيت التخت ما عندوش عنق يبقى مش معلقه نسميها جالسه. ازاي يعني؟ ده النبات لو انت لقيت عنق وبعد كده تخت وبعد كده الزهره ذات نفسها بقى ماشي يبقى دي معلقه. لو انت لقيت التخت مباشره يبقى دي ايه؟ جالسه. طيب ذات قنابه وبدون قنابه، ايه هي القنابه؟ دي عباره عن ورقه يخرج من ابطها الزهره. هو ايه الابط؟ الابط دوت هو الزاويه ما بين جسمك ودراعك، صح؟ فتخيل كده ان دوت الجسم وده الدراع، فالحته دي تسمى الابط. تمام؟ يبقى دوت ابط الورقه زي ما دوت ابط الذراع اللي هي الزاويه مع الجسم، بيخرج منها الزهره. يبقى هي عباره عن ورقه، دي القنابه، يخرج من ابطها الزهره، فنسمي الزهره دي زهره ذات قنابه. اما هذه الزهره فهي زهره بدون قنابه، مفيش حاجه تحتها. والقنابه ديت ممكن تبقى خضراء او صفراء او حمراء، لها اشكال كتير قوي، وممكن تكون حرشفيه، ممكن تكون ملساء، وهكذا، فلها اشكال مختلفه وملمس مختلف. بعد كده هتدخل على تقسيمه تانية من حيث اعداد الازهار المتجمعه. ممكن تلاقي ان هي زهره لوحدها فهي عددها واحده فنسميها زهره وحيده، او نلاقيهم متجمعين مع بعض، اتنينات بقى، تلاتات، اربعات، خمسات، ايا كان، فنسميها بتعمل متجمعه او بتمثل نورات. النوره دي بتختلف من نبات للتاني على حسب عدد الازهار وترتيب الازهار في شكل معين. طيب لو كانت وحيده ممكن نلاقيها على الطرف من فوق فنسميها وحيده طرافيه. طرافيه تفكرك بكلمه تيوليب، وديت للاسف او مش للاسف ده خلق ربنا يعني تحد من نمو الساق. ليه بقى تحد من نمو الساق؟ ممكن نفسرها بحاجه بسيطه خالص. تخيل ان ديت الساق وفي هنا حاجه اسمها القمه الناميه. القمه الناميه ديت هي اللي بتخلي الساق تنمو. ايه رايك لو احنا استبدلنا القمه الناميه وحطينا هنا زهره؟ طب ما خلاص الزهره لغت القمه الناميه، فبالتالي الساق مش قادره تنمو بالطول، ممكن تنمو بالعرض على فكره. تمام؟ فديت تحد من نمو الساق. انما الايبيطيه طالعه من الابط من الجنب، فتلاقي ان هي طالعه من هنا، فالقمه الناميه ما زالت زي ما هي فلا تحد من نمو الساق. الايبيطيه زي نبات البيتونيا، البيتونيا، وديت لا تحد من نمو الساق. طيب بالنسبه بقى للازهار المتجمعه في صوره نورات، وقلت لك النوره دي بتختلف من نبات للتاني على حسب عدد الازهار واشكالها. يعني ممكن يبقوا 3 او 4 او 5 او 6. يا اخي ممكن كلهم يبقوا خمسات، بس الخمسه دول عاملين مع بعض مربع او عاملين مثلث او عاملين دايره، فممكن يختلف في العدد والشكل. النورات زي مين؟ زي الفول والمنثور. الله عليك، احنا خلصنا المقدمه. والله بجد المقدمه بتقول ايه؟ بتقول ان احنا جايين نتكلم عن النباتات الزهريه. مين هي النباتات الزهريه؟ اللي هي النباتات مغطاه البذور. يعني ايه مغطاه البذور؟ يعني بتنشا داخل غلاف ثمري. طب حجمها قد ايه؟ صغننه شجيرات ولا كبيره اشجار؟ والله كده عادي وكده ينفع، يا اختي كده ينفع وكده ينفع، فاهمني؟ بعد كده تعريف الزهر، هي عضو التكاثر. لا يا راجل، ما اكيد هي عضو التكاثر. ايه هي؟ جايه منين؟ هي عباره عن ساق قصيره كانت المفروض تطلع اوراق، ولكن تحورت اوراقها لتعطي المحيطات الزهريه المختلفه. ممكن تبقى معلقه وممكن تبقى جالسه، ممكن تبقى ذات قنابه وممكن تبقى بدون قنابه، ممكن تبقى وحيده ايبيطيه بيتونيا لا تحد من الساق، او وحيده طرافيه تيوليب تحد من الساق، او بقى ممكن تكون متجمعه وتعمل نورات زي الفول والمنثور. المقدمه خلصت، يلا ندخل على اهم جزء. صح هو مش اهم جزء بس جزء مهم يعني عشان نفهم اللي بعده، وهو تركيب الزهره. طب احنا هناخد انهي تركيب زهره؟ بص انت دايما لما بتقيس على الحاجه النموذجيه، الحاجه البيرفكت. تمام؟ فايه هي الزهره النموذجيه اللي فيها الاربع محيطات زهريه؟ كأس، تويج، طلع، متاع. وبالتالي هي بالتبعيه هي زهره خنثى. يعني ايه خنثى؟ يعني عندها الطلع اللي هو عضو التذكير، عضو التذكير، وعندها المتاع اللي هو عضو الايه؟ عضو التأنيث. طيب قول لي بقى الامثله. عندنا 2 ف و2 ب. ال2 ف فول وتفاح. طبعا الفول بحرف الف والتفاح بحرف الف. محدش يقول لي التفاح بحرف الت.
سائط عربي مالكش دعوه، مالناش دعوه، يعني انت سائط عربي خليك في نفسك. انما هو اسمه تفاح ولا اسمه تفاح؟ تفاح. تمام؟ بس ما تشدش عليها قوي وانت بتتكلم حد، لان لو قلت هتغرقه. ما علينا. 2 ب بصل بيتونيا. واسمح لي ازود كلمه رمان، مش موجوده في كتاب المدرسه ولكنها موجوده في كتاب المدرسه. يعني ايه؟ يعني مش موجوده مباشره ولكن مستنتجه. كيف سنستنتج ان الرمان من الازهار النموذجيه؟ خليك معانا لاخر الحصه ان شاء الله، نعيشنا وكان لنا عمر وهتعرف ليه حطينا الرمان هنا. ماشي، يبقى دي الازهار النموذجيه: فول تفاح بصل بتوني، فول تفاح بصل بتوني رمان. يلا نرسم تركيب الزهره. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنرسم العنق، اللي بالمناسبه ممكن ما يكونش موجود وتبقى زهره جالسه. وبعد كده نرسم التخت. التخت ديت ممكن تفتكر التخته اللي انت بتجلس عليها فسميها تختا. بعد كده هتلاقي ان انت عندك حاجه اسمها اوراق الكأس. هي عامله كده ليه؟ بص يا حبيب قلبي، الزهره المفروض عامله كده صح؟ احنا هنبص لها من الجنب ونجيب سيف ونقطعها بالطول، فبالتالي الورقه هي عامله كده. دي ورقه من اوراق الخضراء اللي اسمها الكأس، لكن لما تقطعها بالطول هتبان كانها خط. تمام؟ فدي ورقه من اوراق الكأس. تعال نخلص من الكأس ده. الكأس اوراقه خضراء تسمى سبلات، مفردها سبله. اوراق ايه؟ خضراء. قويه ولا ضعيفه؟ قويه. ليه يا عم الحاج؟ لانها بتحمي الزهره من الجفاف والامطار والرياح. ربنا يستر. بص، اوراق الكأس اهيت. تمام؟ دي اوراق الكأس. طول ما هي مفتوحه كده مش شغاله، ولكن مجرد ما تقفل الحمد لله. اصلا لما قلت ما تقفل الدنيا قفلت. واضح ان المشكله مش تقفل ولا حاجه، المشكله في ناس تانيين مش هنقول هم مين. المهم ان هي لما بتقفل كده بتحافظ على الميه جواها، فبالتالي تمنعها من التبخر فتحميها من الجفاف. قطرات المطر اللي بتنزل ممكن تقطع الورقه بتاعه الزهره، فلما المطر يجي هي تقفل على الزهره، فبالتالي تحافظ عليها من الامطار. برضو الرياح، لو الرياح عاتيه والزهره متفتحه هتلاقي ان الاوراق بتاعتها بدات تتقطع، ولكن لما تنغلق بواسطه اوراق الكأس بتحميها من الجفاف والامطار والرياح. طيب بعد كده هتلاقي في اوراق هو تسمى اوراق التويج. هي المفروض برضو تبقى مرسومه زي ديت بس انا عايز اميزها يعني. اوراق التويج، تعال نخلص منها هي كمان. التويج ديت بتبقى اوراق ملونه، بتبقى اضعف شويه. هي وظيفتها حمايه الاعضاء الجنسيه اللي هم هنا، اللي هم الطلع، اللي هم الخيط والمتك يعني بنسميه الطلع، والمتاع اللي هو الميسم والقلم والمبيض. تمام؟ يبقى هي كأس تويج طلع متاع. الكأس بيحمي كله، المتاع بيحمي الاعضاء الجنسيه بس، والملونه ديت عشان تجذب الحشرات لاتمام عمليه التلقيح. فلما يجي يقول لك زهره خاليه من التويج كانه بيقول لك استبعد المعلومه اللي بتقول ان في تلقيح خلطي بالحشرات، لان طالما ما عندهاش تويج وما عندهاش رحيق، ما عندهاش لحاجه تحفز العيون بتاعه الحشرات ولا تحفز الانف بتاعتها او حواس الشم يعني، خلاص الحشره هتيجي ليه؟ فطالما الحشره مش هتيجي مش تعمل تلقيح خلطي، ولكن هي وظيفتها الاساسيه جذب الحشرات لاتمام عمليه التلقيح وحمايه الاجزاء الجنسيه ضد الجفاف والامطار والرياح برضه. طيب تعالى بقى نتكلم عن الكأس او قصدي الطلع والمتاع بشيء من التفصيل. الطلع اللي هو عضو التذكير بيتكون من اوراق تسمى اسديه. مفرد الاسديه سداه. مفردها ايه؟ سداه. فين السداه؟ دي كلها على بعضها كده اهو سداه، يعني من اول هنا لحد هنا دي اسمها ايه؟ سداه. السداه بقى بتتكون من جزئين، الجزء دوت اسمه خيط والجزء دوت اسمه متك. والمتك بيتكون من 4 اكياس من حبوب اللقاح. طبعا انت هتقول لي لا دول كيسين، عشان احنا باصين من ناحيه يا حبيب قلبي هم عاملين كده، يعني انت لو خدت قطاع بصيت من فوق كده هتلاقيهم 4 اكياس، بس احنا باصين من ناحيه واحده فباين كيسين بس. ماشي، يبقى احنا بالترتيب كده: خيط زائد متك يساوي سداه، سداه زائد سداه يساوي اسديه اللي هو الطلع. حلو. الخيط بيحمل المتك والمتك دوت بيكون حبوب اللقاح. بعد كده المتاع بيتكون من كرابل. اللي قدامك دي كربله واحده، ممكن يبقوا اكتر على فكره، اكتر من كربله. الحته ديت اللي هو الايه؟ المبيض، ودوت القلم، ودوت الميسم. والميسم دوت بيبقى لزج عشان تلتصق بيه حبوب اللقاح. حبه اللقاح هتقف هنا، بس البويضه وما بداخلها البيضه بقى والخليتان المساعدتان ونواه الكيس الجنيني والخلايا السمتيه اللي لسه هنشرحهم كمان شويه، دول كلهم تحت.
طب هم هيتصلوا مع بعض ازاي؟ ده عضو التذكير او قصدي المشيج المذكر اللي هو حبه اللقاح، وده المشيج المؤنث اللي هي البيضه. هيوصلوا بعض ازاي؟ مش بالبلوتوث، ما كانش فيه حاجه اسمها تلقيح بالبلوتوث ولا تلقيح بالواي فاي، فلازم يتصلوا. طب هيتصلوا ازاي؟ لازم حاجه تتكون اسمها انبوبه اللقاح اللي بتخترق الميسم والقلم ولحد ما توصل لحاجه اسمها ثقب النقير عشان يحصل من خلالها الايه؟ التلقيح والاخصاب او الاخصاب بقى. تمام؟ ده بالنسبه للايه؟ بالنسبه لتركيب الزهره. يلا بينا نتكلم عن هذه المعلومه سريعا. حاجه اسمها الغلاف الزهري. ايه الغلاف الزهري؟ تخيل ان انت لقيت زهره عامله كده، بتبص على الكأس والتويج لقيت الاتنين شبه بعض تماما، لدرجة ان انت افتكرتهم هما الاتنين كأس او الاتنين تويج، يعني مش قادر تميز ما بينهم. عندما لا تستطيع التمييز بين الكأس والتويج بالعين المجردة، ساعتها دوت اسمه غلاف زهري. ما انت مش عارف تقول هو كأس ولا تويج، سميناه الغلاف بتاع الزهره وخلاص. غلاف ايه؟ غلاف زهري، غير الغلاف الثمري اللي كنا بنسميها مغطاه البذور عشان كده، عشان بتنشا داخل غلاف ثمري، انما هنا غلاف زهري. ده بيحصل في النباتات ذات الفلقه، معظم النباتات ذات الفلقه الواحده، وهو مديك مثالين: التيوليب والبصل. تعالى كده نجمع الامثله اللي انا قلتها من اول الحصه. اول حاجه، عندك مثال للسرخسيات، تقول لي لا انا عندي مثالين: الفوجير وكزبره البئر. طب عندك مثال لمعرات البذور؟ اي نعم، الصنوبر. طب عندك مثال للنباتات الزهريه؟ كل اللي احنا بنتكلم فيه نباتات زهريه: الفول والتفاح والبصل والبتونيا والتيوليب والرمان، ده كله نباتات زهريه. ماشي، معظم النباتات اصلا زهريه. طب عندك زهره وحيده طرفيه: تيوليب تحد من وساق، إبيطية بيتونيا لا تحد من وساق. طب تعرف حاجات من النورات او الازهار المتجمعه؟ الفول والمنثور. طب تعرف النباتات الازهار النموذجيه؟ فول تفاح بصل بيتونيا رمان، والرمان عليه علامه استفهام لحد دلوقتي. طب تعرف نباتات بيبقى عندها غلاف زهري الكأس والتويك شبه بعض؟ ايوه، نباتات ذات الفلقه واحده زي البصل والتيوليب. هل في اي مشكله في الجزء دوت؟ يلا تعالى اقول لك المعلومه ديت وبعد كده نقرا بقى. اظن ان ايوه هنقرا. شايفين الالوان والكلام الجميل دوت؟ المعلومه ديت بتقول ايه؟ ثانيه واحده كده. طيب، المعلومه بتقول الاتي: ان اللي قدامك دوت ميسم قلم. ركز بقى في المبيض اللي بره دوت، عباره عن ايه؟ مبيض. دوت ايه؟ مبيض. ده جدار المبيض، وده المبيض ذات نفسه، الحته دي اللي هي الاخضر دي. طيب ديت مين؟ دي البويضه. طب مين اللي لونها اصفر؟ ديت البيضه. المبيض بيتحول الى ثمره. جدار المبيض بيتحول الى غلاف الثمره، والمبيض ذات نفسه بيتحول الى الثمره ذات نفسها. طب بالنسبه للبويضه، البويضه بتتحول الى بذره، وبالتبعيه غلاف البويضه بيتحول الى غلاف البذره، والبويضه ذات نفسها بتدي البذره ذات نفسها. طيب مين اللي جوه البيضه؟ بتتحول الى جنين. بالله عليك تقدر تقول الجمله على بعضها؟ مبيض بداخله بويضه بداخلها بيضه، تتحول الى ثمره بداخلها بذره بداخلها جنين. مبيض بداخله بويضه بداخلها بيضه، تتحول الى ثمره بداخلها بذره بداخلها جنين. اكتبها وعلقها في الاوضه قدامك كده اهوت، واصحى كل يوم الصبح قولها 3 4 مرات. تمام؟ لحد الامتحانات. حلو قوي. يلا بينا نقرا. مش عارف، اول ما بشوف الالوان كده والحاجات الجميله اللي انا عاملها ديت بفرح قوي وبفتكر سبيس تون. فاكرين نغم؟ فاكرين؟ كانت بتقول، عارفين نغم ولا مش عارفينها؟ مش عارفينها؟ ياد اللي هي كانت في كوكب زمردة، كانت بتقول: هل سمعت الأزهار تغني بحناجر من نسيم الجبال وتحنو على قلوبنا بألوان الجمال؟ نغم 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 عادت من جديد، أينما تكون تساعد الجميع تنشر الربيع. نغم 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 صديقة الأشجار، كقطرة المطر رقيقة الشعور رفيقة الزهور. وبعد كده بيبقى فيه كورال وراهم بقى بيعملوا كده: هل سمعت الأزهار تغني. حصل خير. نرجع تاني. برستيج. ملاحظات واستنتاجات على التكاثر في النباتات الزهرية، الحتة اللي هي قبل التلقيح. تمام؟ تعريف الزهر. تعريف الزهر: هي ساق قصيرة تحورت أوراقها لتعطي المحيطات الزهرية المختلفة. شايف؟ أنا مش محتاج أتكلم، الصورة موضحة نفسها.
القنابه ديت قنابه ذات قنابه ودي بدون قنابه. العنق دي ما عندهاش عنق اهي، بص دي نسميها جالسه، دي عندها عنق اهي فنسميها معلقه. السلام على الرسومات. الازهار ممكن تبقى وحيده طرفيه تيوليب تحد من نص ساق، وحيده ايبيطيه بيتونيا لا تحد من نص. هتقول لي طب ما دول اتنين يا ولا، ده اسمه المحور الزهري وده محور زهري تاني، كل محور زهري فيه كام زهره؟ واحده. انما هنا الازهار المتجمعه بتعمل نورات زي الفول والمنصوره، يختلف اشكالها واعدادها من نبات لاخر. بعد كده الزهره النموذجيه اللي هي الخنثى 2 ف و2 ب، فول تفاح بصل بتونيا زائد الرمان وعلامه استفهام نفسرها في الاخر. يلا بينا، ادي تركيب الزهر. اللي تحت دوت العنق ودوت التخت، والتخت بحرف الت بيتشحم بالغذاء ليصبح تفاح او كمثرى. تمام، التفاح هي اللي موجوده في المنهج عموما يعني، بس الكمثرى صح والفراوله صح. بس ايه، التفاح ثمره كدابه، ديت ثمار ايه؟ كاذبه، لان المفروض مين اللي بيدي ثمره؟ انت مش عارف؟ يا لهوي، مش عمال اقول لك اكتبها. المبيض بداخله بويضه بداخلها بيضه، بيتحول الى المبيض، بيتحول الى ثمره بداخلها بذره بداخلها جنين، صح ولا ايه؟ يبقى اذا المبيض بيتحول لثمره، ده الطبيعي، ولكن لما التخت هو اللي هتحط فيه الغذاء ويبقى ثمره، يبقى في كذب في الموضوع، فدي ثمره كدابه وفلاح. زي مين؟ زي عطيات، صح. المهم نرجع تاني، ديت اوراق الكأس. تعال نشوف كده، دي سبله اللي هي الاوراق الخضراء، تعمل الكأس اوراق خضراء قويه لحمايه الزهر من جفاف الامطار والرياح. ويبقى في الرمان والباذنجان والبلح، يعني في الاخر المفروض الكأس ده بيدبل وبيختفي ويتلاشى الكأس والتويج والطلع والقلم والميسم، ولا يبقى من الثمره سوى المبيض، هو اللي بيبقى ثمره، والبويضه تبقى بذره، والبيضه تبقى جنين. اقعد لحد ما تزهق. ولكن في بعض الحاجات بيبقى فيها حاجات اضافيه، زي الرمان بيبقى فيه الكأس، كأس وأسدية. تمام، ركز على المعلومه دي. والبتنجان والبلح بيبقى فيهم الايه؟ الكأس. تمام. بعد كده هتلاقي بقى الاوراق اللي هي الحمراء ديت اللي هي التويج. فين التويج؟ ده التويج اهوت. اوراق ملونه لجذب الحشرات وحمايه الاعضاء الجنسيه. ويبقى في القرع والكوسه. تمام، القرع دي اللي موجوده في المنهج، الكوسه شبه القرع اصلا من حيث الشكل الزهره يعني النبته. الورقه الواحده تسمى بتله. طيب بعد كده هتلاقي ان هو مشاور بقى فين الطلع. الطلع اهوت. الطلع بيتكون من سداه، وقلنا ان هو بيبقى في الرمان. الرمان بيبقى فيه الكأس والأسدية. تمام، الأسدية بتبقى. بيتكون من متك وخيط. المتك بيتكون من 4 أكياس من حبوب اللقاح، ميسم، قلم، مبيض، الثلاثه مع بعض عاملين حاجه اسمها ايه؟ اسمها الكربله. وطبعا اللي جوه المبيض ديت ايه؟ دي بويضه ودي بويضه، دي بويضه، دي بويضه، دي بويضه، وهكذا. طب حد يقدر يقول لي كده، مش ديت ده مبيض يبقى هيدي ثمره، الثمره ديت فيها كام بويضه؟ 1 2 3 4 5 8، 4 و4 8، يبقى الثمره هيبقى فيها 8 بذور لو كلهم اتخصبوا يعني. ماشي. فالكربله بتدي حاجه اسمها المتاع بقى، البويضه بتتحول الى بذره والمبيض بيتحول الى ثمره. الميسم دوت مكان حدوث التلقيح لانه لزج فتلتصق به حبوب اللقاح. اذا كان الكأس يشبه التويج ولا يمكن التفرقه بينهما بالعين المجرده، ساعتها يطلق عليهم غلاف زهري في معظم نباتات الفلقه الواحده زي التيوليب والبصل. الجمله الخالده بتاعتنا المبيض بداخله بويضه بداخلها بيضه يتحول الى ثمره بداخلها بذره بداخلها جنين. في معلومه بتقول ان المبيض قد يحتوي على اكثر من غرفه، وكل غرفه تحتوي على بويضه او اكثر. ركز كده، المبيض يعني الثمره بيحتوي على اكثر من غرفه، يعني الثمره ممكن يبقى فيها اكثر من فص. يعني تخيل لو المبيض متقسم من جوه كذا حته، طب ما الثمره هتتقسم كذا حته، والكذا حته بنسميها كذا فص. طيب كل غرفه بتحتوي على بويضه او اكثر، طيب ما هي البويضه يعني بذره، معنى كده ان كل فص، ما الغرفه يعني فص، كل غرفه او كل فص يحتوي على بذره او اكثر. زي البرتقانه مثلا، ما هي دي الثمره قد تحتوي على اكتر من فص، وكل فص يحتوي على بذره او اكتر. ده كلام صحيح فعلا. طيب وظائف الزهره: تكوين حبوب اللقاح، تكوين البويضات، دول اول خطوتين. بعد كده نوصل الاثنين لبعض في عمليه تسمى التلقيح، وندمج الاثنين مع بعض في عمليه اسمها الاخصاب. مبروك، دلوقتي تقدر تكون البذره والثمره ويبقى انت كده خلصت. طيب احنا عايزين اهو وظائف الزهره هنشرحها الاول، وبعد كده السلايد ديت او الصفحه ديت هنجيبها تاني ونقراها مع بعض. جاهزين؟ انا عن نفسي جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. يلا بينا. اول حاجه قلنا من وظائف الزهره هي تكوين مين؟ تكوين حبوب اللقاح. حبه اللقاح بيبقى فيها نواه انبوبيه مولده، وبيبقى لها جدار سميك عشان تتحمل الظروف القاسيه، وتبقى خفيفه الوزن عشان تنتشر لمسافات بعيده. بعد كده تكوين
البويضات، او ان شئت الدقه يعني احنا نقصد تكوين البيضات بما بداخلها بقى من البويضه بما داخلها من البويضه بما داخلها من بيضه وخليتان مساعدتان ونواه الكيس الجنيني والثلاث خلايا ايه؟ سمتيه او سماتيه. بعد كده توصيل الاثنين لبعض في عمليه تسمى التلقيح، دمج الاثنين مع بعض في عمليه تسمى الاخصاب، والاخصاب هو بنسميه اخصاب مزدوج لان انت هتجوز احدى النواتين الذكريتين لخليه البيضه والنواه الذكريه الثانيه لنواه الكيس الجنيني اللي هو الاندماج الثلاثي. هنفهم الكلام ده كله دلوقتي. بعد كده في الاخر تكوين البذره والثمره. نكون ده نوصلهم في التلقيح، ندمجهم في الاخصاب، نكون البذره والثمره. يلا نشوف اول حاجه واول وسيله او اول وظيفه وهي تكوين حبوب اللقاح. احنا هنروح لمين؟ هنروح لنبات اسمه نبات الزنبق، مش الزئبق يا ولا. الزنبق دوت نبات بيتميز بكبر الاسديه، اسديه كبيره، السداه كبيره، فالموتك كبير، فنقدر نشوفه بالعين المجرده ونقدر نتابع حتى لو تحت الميكروسكوب ما يتعبناش، ما نحتاجش قوه تكبير كبير. ماشي. لقينا ايه بقى؟ رحنا لموتك غير ناضج لسه في البدايه، لقينا جواه حاجه اسمها خلايا جرثوميه اميه. جبنا واحده منهم، خليه جرثوميه مالها اميه. كم نون؟ 2 نون. ادي الخليه الجرثوميه الاميه ذات نواه كبيره 2 نون. وبعد كده مشينا معاها، لقينا ان هي بتنقسم في الاول انقسام ميوزي. الانقسام الميوزي فيه منه ميوزي اول وميوزي ثاني، فالميوزي الاول بيدي 2 وبعد كده الميوزي الثاني بيدي 4. حلو. فتلاقي ان هي عملت كده اهوت، بقت 4 خلايا وبعد كده اتقسمت بقى كل واحده لوحدها، حاجات صغيره كده، جراثيم. ايوه بالظبط، ما هي دي اسمها اصلا جراثيم صغيره. طب ثواني، مش دي كانت 2 نون وحضرتك عملت انقسام ميوزي، والانقسام ميوزي ثبات ولا اختزال؟ اختزال، فالاثنين نون تبقى نون ونسميها جراثيم ايه؟ جراثيم صغيره يا ولا. طيب بعد كده يحصل حاجه غريبه جدا، المفروض هيحصل انقسام ميتوزي. ايه الغريب يعني؟ ما غريب الا الشيطان. الميتوزي الخليه بتدي خليتين، فالمفروض الاربعه يدوا 8. قال لك لا، الاربعه هيدوا 4. قلت له ايه يعني ايه 4 يدوا 4؟ يا ابني مش انت عملت انقسام؟ ما هو لو الاربعه ادوا 4 يبقى انت ما عملتش انقسام. قال لا، عملت انقسام ميتوزي. انا مش فاهم ايه الفزوره اللي بيحصل انقسام بس الخليه بتدي خليه، ما هو كده ما حصلش انقسام. قال لي لا، ما هو انقسام نووي وليس خلوي. قلت له يا ابن اللذينه، انت تقصد يعني ان النواه هتدي نواتين بالانقسام الميتوزي كل واحده نون؟ هتقول لي ليه كل واحده؟ اقول لك يا ولا، ما الانقسام الميتوزي ثبات ولا اختزال؟ تقوم جاي لي احسنت، ها ثبات، وطالما ثبات النون تبقى نون ونون، يبقى كل واحده فيها نواتين. واحده اسمها نواه انبوبيه بتكون حاجه اسمها انبوبه اللقاح، واحده اسمها نواه مولده بتدي نواتان ذكريتان، بتدي نواتان ذكريتان اللي هم هيعملوا الاخصاب بقى دوت بانقسام ميتوزي تاني. لا ثواني كده، انت بتقول ايه؟ بقول لك ان النواه بتاعه الجرثومه الصغيره كانت نون. قلت له اه. قال لي بعد كده انقسمت ميتوزي فدت نواه انبوبيه نون ونواه مولده نون. عند الاخصاب ان شاء الله نعيشنا وكان لنا عمر، النواه المولده هتنقسم ميتوزي تاني فتدي نواتان ذكريتان كل واحده نون. ناقص لك خطوه واحده بس، ان يتكون حاجه اسمها جدار سميك يحمي الايه؟ حبه اللقاح من الظروف القاسيه، لان المفروض هي بتنتقل من المتك لحد ما توصل للميسم، وقد تنتقل بالرياح او الحشرات او الماء او الانسان، فبالتالي هتقابل ظروف مختلفه، فلازم أن يتم حمايتها. يبقى الحوار اللي حصل ميوزي ثم ميتوزي. بس ميوزي كانت خليه 2 نون، انقسمت ميوزي فدت 4 خلايا نون 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 نون، اسمهم جراثيم. لا غلط، جراثيم صغيره. نواة الجرثومة الصغيرة انقسمت ميتوزي فدت إحداهما نواة أنبوبية والثانية نواة مولدة، وكونا جدار سميك فبقت حبة لقاح جاهزة. طيب ايه المسائل ديت؟ يقول لك موتك. قلت له اه. قال لي الموتك دوت بقى بيحتوي كل كيس على مثلا 50 خلية جرثومية أمية. قلت له ثواني، ده كل كيس. هنا بقى الغلطة، ان انت بتقوم جاي 50 خليه جرثوميه اميه. ما احنا عارفين يا دكتور ان الخليه الجرثوميه الاميه الواحده. قلت له اه. قال لي بتدي 4 حبوب لقاح. قلت له احسنت. قال لي خلاص نضرب 50 في 4 يبقى احنا كده جبنا كل حبوب اللقاح. قلت له اه شاطر يا اخويا ناصح يا ولا. بيقول لك كل كيس وهم 4 اكياس، يبقى اعمل الرسمه دي الاول. الكيس الواحد فيه 50 خليه جرثوميه اميه، يبقى احسب العدد الكلي
للخلايا الجرثوميه الاميه يساوي 50 في 4 اكياس يساوي 200 خليه جرثوميه اميه. بعد كده بقى بما ان الخليه الجرثوميه الاميه الواحده بتدي 4 حبوب لقاح، اذا 200 في 4 يساوي 800 حبه لقاح. ركز، ممكن يقول لك لا لا انا اصلا مش عايز عدد حبوب اللقاح، انا عايز عدد الانويه الانبوبيه. قلت له جيت في جمل يعني؟ ما حضرتك الانويه كل حبه لقاح فيها نواه انبوبيه، يعني عندك 800 نواه انبوبيه. قال لي طب انا عايز بقى الانويه المولده. قلت له طب ما هي 800 نواه مولده، ما كل حبه لقاح فيها نواه انبوبيه ونواه مولده، فلو عندك 800 حبه لقاح يبقى 800 نواه انبوبيه و800 نواه مولده. قال لي لا بقى انا عايز عدد الانويه الذكريه التي تتكون عند الاخصاب بفرض ان كل حبوب اللقاح هتشارك في الاخصاب. قلت له ايه المشكله يعني؟ مش انت عندك 800 نواه مولده وكل نواه مولده اهي بتدي نواتين ذكريتين، خلاص يبقى عندك 1600 نواه ذكريه. خلي بالك ممكن يسالك سؤال تاني، ركز كده الاسئله اللي انا سالتها والتكات اللي احنا عملناها. اول حاجه لما اقول لك كل كيس، قول له استنى حبيب قلبي، كل كيس هم 4، يبقى تضرب الخلايا الجرثوميه الاميه في 4 الاول، ده بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد كده ترجع بقى تضربهم في 4 تاني عشان تجيب حبوب اللقاح. ممكن يقول لك احسب لي حبوب اللقاح فتحسبها، تضرب في 4 يعني. طيب ممكن يقول لك احسب لي عدد الانويه الانبوبيه، هو نفس العدد بتاع حبوب اللقاح، المولده نفس العدد بتاع حبوب اللقاح. ممكن يقول لك احسب لي عدد الانويه داخل حبوب اللقاح ويسكت. الانويه ما قالش المولده ولا الانبوبيه، اضرب في 2. هو قال إن الانويه بالمطلق، خلاص يبقى 800 مولده و800 انبوبيه، يبقى 1600 نواه. طب لو سالني عن الانويه الذكريه، اضرب الانويه المولده في 2. تمام. طيب يلا خطوات تكوين البويضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام بيبقى سهل جدا بس انت تركز معايا. اول حاجه دوت الميسم وده القلم وده المبيض ودوت مبيض غير ناضج. احنا هنمشي بقى معاه من الاول. اول حاجه كلمه تظهر البويضه كانتفاخ على احد جوانب المبيض. بسم الله الرحمن الرحيم، اهي ظهرت البويضه وجواها حاجه اسمها خليه جرثوميه اميه. خليه جرثوميه اميه واحده. خلي بالك ده بفرض ان المبيض بيبقى فيه بويضه واحده، ممكن المبيض يبقى فيه عده بويضات عشان الثمره يبقى فيها عده بذور، صح ولا ايه؟ عادي، ولكن احنا هنمشي مع واحده واللي بيحصل في واحده بيحصل في الباقي. يبقى ايه دوت بقى؟ دي بويضه ودي خليه جرثوميه اميه. فانا قلت لها بقى اكيد بقى حضرتك هتنقسم ميوزي ثم ميتوزي زي المتك. تقول لي اه يا اخوي بس اصبر. قلت لها ماشي يلا نبدا الشغل. تقول لي لا معلش انا عايزه كده تهتموا بيا شويه. نقول لها حضرتك عايزه ايه؟ تقول لك قبل ما اعمل اي حاجه احميني وغذيني. فانا قلت لها نعم حضرتك عايزه ايه يعني؟ قالت لي احميني وغذيني. قلت لها ايوه ايه طلباتك؟ قالت لي انا عايزه غلاف مزدوج للحمايه. غلاف مزدوج يبقى ده حمايه. غذيني انا عايزه حاجه اسمها العنق او الحبل السري يوصلني بجدار المبيض عشان يوصلني من خلاله الغذاء. قلت لها ماشي، يعني حضرتك عايزه احميني عن طريق غلاف مزدوج يحيط بها احاطه تامه ما عدا حته كده اسمها ثقب الايه؟ النقير. ثقب النقير. وقالت لي انا عايزه تغذيه، يعني عايزه عنق او حاجه اسمها حبل سري. ماشي. قلت لها حضرتك خدت اللي انت عايزاه يلا بينا نشتغل. قالت لي ولا يهمك يلا ميوزي ميتوزي ميتوزي ميتوزي. قلت لها نعم. قالت لي ميوزي تلاشي ميتوزي ميتوزي ميتوزي. قلت لها يعني اعمل ايه؟ قالت لي اكتب ورايا ومالكش دعوه بس. قلت لها حاضر اهو ميوزي تلاشي ميتوزي ميتوزي ميتوزي. يعني الكلام ده بقى اول حاجه الخليه الجرثوميه الاميه، ادي البويضه وادي الغلافين بتوع الحمايه وادي ثقب النقير وادي العنق او الحبل السري، جواها خليه جرثوميه اميه اللي هي 2 نون تنقسم انقسام ميوزي فتعطي 4 خلايا. ادي واحده وادي الثانيه وادي الثالثه وادي الرابعه. بص كده واحده والثانيه والثالثه والرابعه. ليه بقى؟ لان الخطوه اللي بعد كده اهو ميوزي فتدي 4 خلايا، صف من 4 خلايا. تلاشي 3 خلايا فيتفضل واحده. طيب تعال نشوف ايه اللي هيحصل. اهيت الثلاثه تلاشوا فتفضل واحده. الواحده ديت بدات تكون خليه وعملت حاجه اسمها الكيس الجنيني. لا ثواني كده عشان انا بدات اتوه. هو مين دول؟ دول الاغلفه.
اللي بيحيطوا بالبويضه كلها ما عدا النقير، وده الحبل السري. قلت له طب والخط ده، ركز الله يكرمك، الخط اللي بره ده البويضه ذات نفسها. قلت له طب والخط المنقط اللي جوه اللي انا بحدد عليه دوت؟ قال لي ده الكيس الجنيني. قلت له طب هنا؟ قال لا دي كانت البويضه لسه، لما الخليه الجرثوميه الاميه انقسمت ميوزي ادت صف من 4 خلايا، الثلاثه دول تلاشوا والخليه اللي فضلت كبرت وكونت حاجه اسمها الكيس الجنيني. يلا نكتب البيانات. دول كده غلافان للحمايه، ودوت كده العنق او الحبل السري، وديت كده نواه الكيس الجنيني، وده الكيس الجنيني اللي هو ناحيه جوه. طب مين اللي ناحيه بره؟ البويضه. طب مين اللي هناك دوت؟ ثقب النقير. ماشي. قلت له بعدين؟ قال لي امشي على السكيما اللي احنا عاملينها، ميوزي اهوت، تلاشي، الواحده دي بقى تنقسم ميتوزي ميتوزي ميتوزي. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني الخليه هتدي خليتين، ده الميتوز الاول، بعد كده الخليتين هيدوا 4، ده الميتوز الثاني، بعد كده الاربعه هيدوا 8، ده الميتوزي الثالث. قلت له بعدين؟ قال لي ارسم بس ال8. قلت له ماشي. ادي البويضه، وادي الكيس الجنيني، وادي الغلافين بتوع الحمايه، وده العنق او الحبل السري، وعندك ميوزي ميوزي تلاشي، ميتوزي ميتوزي ميتوزي، يعني عندي 8 انويه. ال8 انويه هيبقوا متبعترين 1 2 3 4 5 6 7 8، عملوك في حمار في المانيا، ما علينا. بعد كده هيقولوا يلا نتقسم فريقين، فتلاقي ان في 4 وقفوا الناحيه دي، 1 2 3 4، ودول برضو 3، ودول 4 وقفوا الناحيه دي، 1 2 3 4. بعد كده الفريقين قالوا يلا من يتقدم للمبارزه، فتلاقي في الاثنين دولت قاموا جايين رايحين اهوت وبداوا يتخانقوا مع بعض. الجو كان ساقع في اليوم دوت، فالاثنين اللي بيتخانقوا من الحر فهم خلاص عريانين، هيفضلوا انويه زي ما هم. انما اللي قاعدين على مقاعد البدلاء قاعدين متكتكين فسقعانين، فعايزين يتدفوا، فيشدوا اللحاف. ايه اللحاف؟ يعني يجيبوا شويه سيتوبلازم ويجيبوا غشاء، سيتوبلازم وغشاء، سيتوبلازم وغشاء، غشاء وسيتوبلازم، عشان بس ننوع، وهنا غشاء وسيتوبلازم، وهنا سيتوبلازم وغشاء. فاهمني؟ ايه ده؟ انا مش فاهم حاجه يا اسطى، والله الموضوع بسيط، بس انت اللي بتتوه مني. بص، في البدايه كان المبيض فاضي خالص، بعد كده تظهر البويضه كانتفاخ على احد جوانب المبيض وجواها خليه جرثوميه اميه، يلا ننقسم. تقول لك استنى، ايه اللي انقسم؟ احميني وغذيني. قلت لها يعني ايه؟ قالت لي يعني عايزه غلافين يحيطوا بيها احاطه تامه، بس سيب لي مكان اتنفس منه اسمه ثقب النقير. قلت لها ماشي. وخلي بالك مش غلافين. وبعد كده انا عايزه حته اتغذى منها بقى، عايزه عنق او حبل سري يوصلني بجدار المبيض عشان يوصل لي الغذاء. قلت لها ماشي. قلت لها يلا بقى نشتغل، خدت اللي انت عايزاه. تقول لي ماشي، يلا اكتب ورايا، ميوزي تلاشي ميتوزي ميتوزي ميتوزي. فانا كتبت السكيما. ميوزي يعني الخليه الجرثوميه الاميه اللي هي 2 نون، بتدي صف من 4 خلايا، نون 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 نون، تتلاشى 3 تلاشي، فيتفضل واحده، الواحده بتدي حاجه اسمها الكيس الجنيني. بعد كده ميتوزي ميتوزي ميتوزي، يعني الواحده تدي 2 والاثنين يدوا 4 والاربعه يدوا 8، فعندي 8. يلا هيعملوا فريقين، وبعد كده يلا من يتقدم للمبارزه، فالاثنين دول هيجوا في النص، فعملوا حاجه اسمها نواه الكيس الجنيني او النواتين القطبيتين. والجو كان ساقع، فالاثنين اللي بيتعاركوا مع بعض دافيانين، فيفضلوا عريانين زي ما هم. انما الثلاثه دول والثلاثه دول قاعدين على مقاعد البدلاء بيتكتكوا من الساعه، فتلاقي ان هم بقى عايزين يتدفوا، شد اللحاف، شد الغشاء، شد السيتوبلازم، وكونوا خلايا. تعالى كده نعد الخلايا. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، عندك الخليه دهيت اسمها خليه البيضه، والخليتان ده همت الوصيفتان، بيسموهم الخليتان المساعدتان، والاثنين ده همت اسمهم نواتا الكيس الجنيني او النواتان القطبيتان. اقول لك حته كده في البلاغه، هم اصلا قطب يعني ايه؟ يعني دول اقطاب في بره، بس المفروض دول نسميهم النواتان المركزيتان، ولكن الانسان يسمى على منشأه. يعني واحد مثلا هو كان عايش مثلا في الشرقيه، وراح بعد كده عاش في اسكندريه، فهيسموه احمد الاسكندراني ولا احمد الشرقاوي؟ احمد الشرقاوي، لانه جاي من الشرقيه رغم انه دلوقتي في اسكندريه، فهي في المركز. ما نسميهاش النواتان المركزيتان، نسميها النواتان القطبيتان نسبه الى الاقطاب اللي هي جايه منها. دوت اللي هو باعتبار ما كان، ما دي الحته بتاع البلاغه، باعتبار ما كان. ايه علاقه الموضوع دوت ولا اي حاجه؟ طيب في ثلاثه همت اسمهم الثلاثه الايه؟ الخلايا السنتيه. ماشي.
لو احنا بنعد الانويه هيطلعوا 8 انويه، 3 و3 و2، 6 و2 8. لو بنعد عدد الخلايا هيبقوا 3 و3 6، والكيس الجنيني ذات نفسه بخليه يبقى 7. هتقول لي ازاي يا ابني؟ ما هو خليه جواها 6 خلايا، بدليل ان دي اسمها نواه الكيس الجنيني، يبقى الكيس الجنيني خليه وعندها نواتين. فلما يقول لك نواه تحتوي على 6، او خليه قصدي تحتوي على 6 خلايا اخرى، خليه الكيس الجنيني اللي بتحتوي على 6 خلايا اللي هم البيضه والخليتان المساعدتان والثلاث خلايا السمتيه. او يقول لك خليه تحتوي على 8 انويه، 2 بتوعها و6 مش بتوعها، الاثنين بتوع نواه الكيس الجنيني اللي هو خليه الكيس الجنيني ذات نفسها، والسته التانيين بيضه خليتان مساعدتان وثلاث خلايا سمتيه. عايز انبهك لحاجه، ان البيضه هي المشيج المؤنث، انما البويضه ديت انتفاخ. يعني ديت البويضه ديت عباره عن كيس او انتفاخ، يعني مكان كده وخلاص، مش المشيج ذات نفسه. على عكس الانسان مفيش حاجه اسمها بويضه وبيضه، هي البويضه هي المشيج المؤنث، ده فرق طبعا. طيب يلا نشوف الكلام دوت، احنا قرأنا الحته ديت. تعالى بقى نشوف تكوين حبوب اللقاح. جبنا موتك كبير لنبات اسمه الزنبق، بيتكون من 4 اكياس من حبوب اللقاح. بنبص لقيناه هو كان غير ناضج، لقينا جواه خليه جرثوميه اميه 2 نون، حصل لها انقسام ميوزي فدت 4 جراثيم صغيره بكل منها نواه نون. بعد كده انقسام ميتوزي لمين؟ للنواه، يعني نووي وليس خلوي. فالخليه ادت خليه ولكن جواها نواتين، احداهما نواه انبوبيه ومولده، ثم تم احاطتها بجدار سميك لتحمل الظروف القاسيه. وبعد كده قلنا ايه؟ مولده وانبوبيه. الانبوبيه من اسمها هتعمل حاجه اسمها انبوب اللقاح. انبوب اللقاح انا قلت لك في اول الحصه اللي كان لما قلت لك ما ينفعش الاثنين يتجوزوا بالبلوتوث، حبه اللقاح واقفه هنا والبيضه تحت. طب هيبقوا ازاي؟ في واحده هتنزل وتكون انبوبه اللقاح كده اهوت، والثانيه هتنقسم وتدي نواتان ذكريتان، ديت بقى بتنقسم ميتوزي وتدي نواتان ذكريتان كل منهما نون. طيب تعال نشوف كده. موتك يحتوي كل كيس فيه على 3 خلايا جرثوميه اميه. قلت لك ارسم، رسمنا اهوت، ادي 1 2 3 4 4 ايه؟ 4 اكياس من حبوب اللقاح، او من اللي هيبقى فيهم حبوب اللقاح يعني، لانه لسه غير ناضج. كل واحد فيه 3 خلايا جرثوميه اميه، 3 و3 6 و3 9 و3 12، 4 في 3 ب 12. الموتك يحتوي على 4 في 3 12 خليه جرثوميه اميه. الواحد خليه بتدي 4 حبوب لقاح، اذا 12 خليه بيساوي 12 في 4 ب 48 حبه لقاح، يعني 48 نواه انبوبيه، يعني 48 نواه مولده، يعني 96 نواه بشكل عام. ايوه صح اهي، ما هو نواه وخلاص وسكت. وال 48 نواه انبوبيه مولده قصدي، شايف السهم دوت كده اهو، 96 نواه ذكريه. النواه المولده تعطي نواتين ذكريتين عند الانبات. طيب يلا نشوف اللي بيحصل عند تكوين البويضات. اول حاجه تظهر البويضه كانتفاخ وتحتوي على خليه جرثوميه اميه. يلا يا ست نشتغل، تقول لك لا احميني وغذيني. اول حاجه غلافين يحيطوا بقى حاطه تم ما عدا حته اسمها ثقب النقير وعنق او حبل سري عشان يوصل لها الايه؟ الغذاء من جدار المبيض. بعد كده ميوزي تلاشي ميتوزي ميتوزي ميتوزي، وكان في حته كده كويس ان انا ايه كنت عايز اقولها هنا يعني. الميوزي الخليه هتدي 4 خلايا، 3 خلايا تتلاشى وتفضل واحده، تمام، تتلاشى 3 وتفضل واحده، تكون الكيس الجنيني. الكيس الجنيني بيحاض يسمى بنسيج يسمى النيوسيلا. تعال اقول لك هو فين في الرسمه هنا. بيبقى يقع ما بين البويضه والكيس الجنيني. فين البويضه؟ دي كده البويضه، دي الاغلفه، يبقى دي البويضه، ده الكيس الجنيني. النيوسيلا هنا، يعني لما اقول لك النيوسيلا تقع داخل البويضه وخارج الكيس الجنيني، صح؟ البويضه اهي، الكيس الجنيني اهو، هي واقعه ما بينهم بقى، تمام؟ طيب النيوسيلا دي بتغذي مين؟ بتغذي الكيس الجنيني. امال مين اللي بيغذي البويضه؟ الحبل السري. يبقى اذا اكتب العنق او الحبل السري يغذي البويضه، النيوسيلا يغذي الكيس الجنيني. قول اكتبها بالمره بقى، الاندوسبيرم يغذي الجنين. يبقى دول 3 حاجات، العنق بيغذي البويضه، النيوسيلا بتغذي الكيس الجنيني، الاندوسبيرم يغذي الجنين في مراحل الانبات الاولى. طيب ايه اللي حصل بقى؟ هتنقسم ميتوزي 3 مرات فتدي 8 خلايا، 4 و4، وبعد كده من يتقدم للمبارزه؟ نواه الكيس الجنيني، خليتان مساعدتان وخليه البيضه، ودول ال3 خلايا سمتيه. تعال نشوف كده، هنا هتلاقي الاثنين دول نواه الكيس الجنيني، 3 خلايا سمتيه، وادي ثقب النقير اللي في النص هي البيضه، ودول خليتان مساعدتان. اهميه النقير يساوي اخصاب البويضه زائد انبات البذره. خلي بالك النقير دوت الباب اللي هيجي من خلاله عمليه الاخصاب. يعني فين؟ بص كده، دوت ثقب النقير اهوت،
ما انا قلت لك حبه اللقاح هتقف هنا وانبوبه اللقاح تنزل 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 لحد ثقب النقير، فبيتم من خلاله اخصاب البويضه. طب مش احنا قايلين البويضه هتبقى بذره؟ البذره بيبقى جواها، مش البويضه جواها بيضه، البيضه هتتحول الى جنين. ركز كده، مبيض بداخله بويضه بداخلها بيضه، ثمره بداخلها بذره بداخلها جنين، يبقى البويضه هتتحول لبذره والبيضه هتتحول لجنين. طب مش الجنين ده في يوم من الايام هيبقى محتاج يخرج الجذر او الجذير عشان يدي جذر ثم ساق ثم اوراق؟ طب هيخرج من الفتحه اللي اسمها ايه؟ اسمها ثقب النقير. تمام؟ طيب البويضه في النبات لا تعامل كخليه ولكنها عباره عن كيس او انتفاخ. المشيج المؤنث هي خليه البيضه وليست البيضه، المشيج هو البيضه ذات نفسها. الكلام ده احنا قلناه برضه. ده البيانات بسرعه: ميسم، قلم، مبيض. بعد كده ديت الاغلفه بتاعه البويضه، دي البويضه ذات نفسها، ده الكيس الجنيني، خليتان مساعدتان، ودي البيضه نواه الكيس الجنيني او النواتان القطبيتان، ودول الثلاث خلايا ايه؟ سمتيه، وده العنق او الحبل السري، ده قطاع في مبيض ناضج. بيقول لك متاع يحتوي على 5 كرابل، بكل كربله مبيض واحد، بكل مبيض 10 غرف، بكل غرفه بويضه واحده. المبيض بيساوي ثمره والبويضه بتساوي بذره. ده معلومات انا بفكرك بيها كده. احسب بقى، عايزين عدد البويضات. طب بالراحه، مش احنا عندنا بويضه في كل غرفه؟ طب الغرفه هم كام غرفه؟ 10 في 1 ب 10 بويضات في الثمره الواحده. طب هم كام ثمره؟ هم 5، يبقى 5 في 10 في 1، 5 في 1 اللي هو 5 كرابل، كل كربله فيها ثمره فيها مبيض يعني، يبقى 5 ثمار. في 10 فصوص، كل ثمره فيها فص فيها 10 فصوص او فيها 10 غرف، يبقى 5 في 10 ب 50. وكل فص فيه بذره واحده، يبقى بويضه واحده، يبقى 50 بويضه. يساوي 50 خليه جرثوميه اميه. مش كل بويضه بيبقى جواها خليه جرثوميه اميه بتنقسم ميوزي تلاشي ميتوزي ميتوزي ميتوزي. طيب عدد الخلايا البيضيه بيساوي 50. مش كل بويضه بيبقى جواها بيضه، يبقى 50 بيضه. عدد الخلايا السمتيه 50 في 3 ب 150. الخلايا المساعده الخليتان المساعدتان يعني، يبقى 50 في 2 ب 100. عدد الانويه القطبيه او انويه الكيس الجنيني 50 في 2 برضه ب 100. طيب احنا كده خلصنا الجزء الثاني، يلا ندخل على عمليه التلقيح ثم الاخصاب. اول حاجه تعريف التلقيح. التلقيح اللي هو التعريف العادي اللي كان في الدرس اللي فات اصلا، اللي هو انتقال المشيج المذكر الى مكان المشيج المؤنث، ولكن هنا احنا بنتكلم عن التلقيح الزهري، فلازم نخصص الكلام شويه، فتقول هو انتقال حبوب اللقاح الى الميسم. تمام؟ طيب في عندك تلقيح ذاتي وتلقيح خلطي. يعني ايه ذاتي؟ يعني هو انتقال حبوب اللقاح من متج زهره الى ميسم نفس الزهره من هنا لهنا، او الى ميسم زهره اخرى بس بشرط تكون على نفس النبات. الاثنين على نفس النبات من هنا لهنا، يبقى انتقال حبوب اللقاح من متج زهره الى ميسم نفس الزهره، او من متج زهره الى ميسم زهره اخرى على نفس النبات. طب التلقيح الخلطي هو انتقال حبوب اللقاح من متج زهره الى ميسم زهره اخرى على نبات اخر بس يكون من نفس النوع. يعني ما ينفعش حبه اللقاح بتاعه نبات الطماطم تروح تلقح وتخصب حبه اللقاح الميسم بتاع نبات الكمثرى. يعني الكمثرى هتبقى يعني هتبقى ازاي يعني؟ طيب التلقيح الذاتي ليه شروط. اول حاجه ان الزهره تكون خنثى، يعني بيحصل في الازهار الايه؟ الخنثى. بس برضه في شرطين، يعني خنثى زائد شرطين. طب هنا ممكن تقول خنثى بس ناقص الشرطين. نفهم الشرطين وبعد كده هنضيفهم هنا ونشيلهم من هنا. اول حاجه ان المتج يكون اعلى من الميسم عشان حبوب اللقاح تسقط كده، وان المتج ينضج في نفس وقت نضج الميسم. يعني ايه من الاخر؟ يعني طالما العريس جاهز والعروسه جاهزه هيتجوزوا، انما لو العريس جاهز بقاله 2 والعروسه مش جاهزه، هو هيفضل يستنى 2 هيروح يتجوز واحده ثانيه. هي لو جاهزه وهو مش جاهز ويقول لك اصل عنده جيش مش عارف ايه، اول ساري خليجي جاي وهتتجوزوا. فاهمني؟ محدش بيستنى حد اليومين دول. دي اول حاجه، الاثنين لازم ينضجوا في نفس الوقت، العريس جاهز والعروسه جاهزه. والراجل راجل، يعني الراجل هو يبقى ليه الكلمه العليا الابر هاند، المتج اعلى من الايه؟ من الميسم، يبقى لازم الاثنين ناضجين في نفس الوقت والمتج اعلى من الميسم. اي حاجه ثانيه بقى يعني ناقص الشرطين، يعني لو كان الميسم اعلى من المتج، او الميسم مثلا المبيض نضج والمتج لا،
او الموتوك نضج وده لا، محدش بيستنى حد. يبقى اذا نضج شقي الاعضاء الجنسيه في اوقات مختلفه، او كانت الست هي اللي مسيطره، فبالتالي لن يقوم لهذه الزهره قومه، مش هينفع تلقيح ذاتي، هيبقى تلقيح خلطي. طب بالنسبه لو كانت وحيده الجنس، ايه اللي هيحصل؟ دي خلاص بقى خلصانه يعني، هي وحيده الجنس هتلقح نفسها ازاي؟ فاهمني؟ فاكيد لو وحيده الجنس واحده مذكره وواحده مؤنثه، اكيد هتنتقل من هنا لهنا. تمام؟ طيب ده بالنسبه لعمليه التلقيح. ناقص بقى اهميه التلقيح، مهمه جدا. بص الجمله البسيطه ديت اللي بتخلص الدنيا: تلقيح يساوي ثمره. تلقيح زائد اخصاب يساوي ثمره زائد بذره. خلي بالك اصل مفيش حاجه اسمها اخصاب بدون تلقيح. هو التلقيح كده كده هيحصل، ممكن ما يحصلش خالص، ولكن لو حصلت حاجه فهتبقى هي التلقيح. تلقيح لوحده او تلقيح واخصاب. لو التلقيح حصل لوحده الثمره هتتكون ازاي يعني؟ بص معايا بقى واحفظ الجمله دي عني الله يكرمك. مجرد وقوف حبه اللقاح على الميسم بينشط الاكسينات النباتيه زي اندول حمض الخليك الذي يحول المبيض الى ثمره حتى لو لم يتم الاخصاب. ما تكتب الجمله وانا بشرح، اكتبها قريب او اسمعها مني كمان مره بعد كده اكتبها. مجرد وقوف حبه اللقاح على الميسم ينشط الاكسينات فيتحول المبيض الى ثمره حتى لو لم يتم الاخصاب ولم تتكون البذره. تمام؟ طيب هو ايه اصلا اللي هيؤدي ان طب ما حبه اللقاح جت، ما هي كده حصل تلقيح وهيحصل اخصاب، ماشي، ما ممكن حاجات كتير تمنع الاخصاب. يعني ركز كده: ما النتائج المترتبه على وقوف حبه لقاح على ميسم اذا علمت ان حبه اللقاح تحتوي على النواه الانبوبيه فقط؟ طب ما هي كده النواه الانبوبيه هتكون انبوبه اللقاح على عيني وعلى راسي، وهتنزل من الميسم للموتك وتوصل لثقب النقير وكل حاجه، انبوبه اللقاح وصلت اهي. طب ما هو فين النواه المولده اللي هتدي نواتين ذكريتين؟ يبقى كده لن يحدث تلقيح ولا يحدث اخصاب فيتكون ثمره ولا تتكون بذره بسبب حدوث التلقيح وعدم حدوث الاخصاب بسبب غياب الانويه الذكريه، لان الانويه المولده مش موجوده. اعكس، يقول لك ايه؟ اذا علمت ان النواه المولده هي اللي موجوده بس، يقول لك يا فرحتي النواه المولده هتدي نواتين ذكريتين. طب هو فين الاسانسير اللي هينزلوا فيه؟ فين النواه الانبوبيه اللي هتعمل انبوبه اللقاح؟ برضه يحدث تلقيح ولا يحدث اخصاب بسبب غياب النواه الانبوبيه، فتغيب انبوبه اللقاح فلا يحدث اخصاب، فتتكون ثمره بدون بذره. طيب يقول لك مثلا ما النتائج المترتبه على وقوف حبه لقاح عندها النواه الانبوبيه والنواه المولده ولكن القلم مسدود لسبب ما. طب ما هو كده برضه النواه الانبوبيه هتيجي، مش الاسانسير مش هيعدي، الانبوبه مش هتعدي، فاهمني؟ فممكن يبوظها لك باي طريقه. تمام؟ طيب هو التلقيح، اهميه التلقيح بقى هو ينشط الاكسينات لتحويل المبيض الى ثمره، وتاني حاجه بقى يبقى هنا ينشط، وتاني حاجه يوفر الانويه الذكريه اللازمه لعمليه الاخصاب. يعني مفيش اخصاب بدون تلقيح. يلا بينا نتكلم عن الاخصاب. اول حاجه انبات حبه اللقاح. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني حبه اللقاح هتيجي تقف على الميسم. طيب عشان عايزه تعمل ايه؟ تنبت. طب تنبت ازاي؟ بص يا عم، دي حبه اللقاح وعندها نواه انبوبيه وعندها نواه مولده، او نواه مولده ونواه انبوبيه. الاثنين واقفين هنا وبيبصوا تحت، لقوا ان البيضه تحت خالص. انا كبرت الدنيا كده ليه؟ في ايه؟ اهيت يا جدعان كده مش كبيره. دي البيضه ودي الخليتان المساعدتان ونواه الكيس الجنيني والثلاث خلايا سمتيه، وادي الغلافين والحبل السري او العنق وثقب النقير. احنا عايزين نعمل ايه بقى؟ النواتين دول بيبصوا لبعض، الاثنين الاخوات دول النواه الانبوبيه والنواه المولده، وبيبصوا تحت يلاقوا البيضه تحت خالص، فيقولوا ما احنا مش هنتجوز بالتليفون، ما احنا لازم واحده تنزل عشان تعمل زواج، تعمل تزاوج، تعمل اخصاب. فهي واحده هتضحي بنفسها وتنزل تقعد تحفر في الميسم والقلم والمبيض لحد ما توصل لثقب النقير. واللي هتعمل كده هي عارفه ان هي بتضحي بنفسها لاجل الاخرى بقى تدي نواتين ذكريتين وتنزل. تمام؟ فتلاقي النواه الانبوبيه قامت جايه باصه للنواه المولده قالت لها احنا مش هنقف مكتوفي الايدي كده، بصي لو ده هيثبت لك انك ايه مجنون، اني بحب، فاهمني؟
وقامت جايه نازله واخده ثقب بتاع دوت غطس جامد في الميسم والقلم والمبيض لحد ما وصلت لثقب النقير. ولما وصلت لثقب النقير تتلاشى النواه الانبوبيه. طبعا في لحظه ذهول تام للنواه المولده، وهي واقفه تقول لها انت استني، ولقيتها نازله، لا وهي نازله وهكذا بتطمن عليها، وتبص تلاقي النواه الانبوبيه واقفه اول ما وصلت لثقب النقير. فقامت جايه وصلها كله تمام، وقامت جايه ميته. تلاشت النواه الانبوبيه بمجرد وصولها الى ثقب النقير. النواه المولده طبعا واقفه انهيار عصبي، وهي واقفه كده، وبعدين قامت جايه زعلانه جدا بقى انفلقت من الزعل، فانفلقت وادت نواتين ذكريتين. هي تقريبا كانت هي واقفه زعلانه، ففي حد معدي بيقول لها مالك؟ قالت له انا زعلانه، علاقه النواه الانبوبيه خدت غطس وتلاشت تحت. قال لها ايه ده زعلانه؟ قالت له اه. قال لها انفلقي، فانفلقت الى نواتان ذكريتين. النواتان الذكريتان بقى ينزلوا لحد ما يوصلوا لثقب النقير، ويبدا بقى عمليه الاخصاب المزدوج. يبقى ايه هي انبات حبه اللقاح؟ النواه الانبوبيه بتكون انبوبه اللقاح، وبعد كده النواه المولده، وبعد كده بعد ما تكون انبوبه اللقاح ثم تتلاشى. بمجرد ما هي تتلاشى هوبا النواه المولده تنقسم الى ايه؟ الى نواتان او الى نواتين ذكريتين. تمام. اللي بيحصل ممكن نرسمه لوحده كده. ادي حبه اللقاح اهيت، وعندك نواتين انبوبيه مولده. بعد كده هتلاقي النواه الانبوبيه بدات تنزل اهيت، دي النواه الانبوبيه ودي النواه المولده، ودوت طبعا الجدار السميك كده ماشي. بعد كده هتلاقي ان الانبوبه اللقاح عماله تطول لحد ما وصلت لثقب النقير. بعد كده بتتلاشى النواه الانبوبيه، وتلاقي فيه بقى ايه؟ نواتين ذكريتين جايين من النواه المولده. ده بالنسبه لانبات حبه اللقاح. يلا نتكلم عن الاخصاب المزدوج. ايه اللي هيحصل؟ ان احنا دلوقتي اهوت في المبيض، وادي البيضه خليتان مساعدتان ونواه الكيس الجنيني والثلاث خلايا السمتيه، وديت انبوبه اللقاح وثقب النقير والاغلفه. وطبعا المفروض ان هو في حاجه اسمها البويضه. امال اللي احنا راسمينها دي ده الكيس الجنيني بقى ماشي. فين الانويه الذكريه؟ اهمت اللي باللون الاخضر دول. هيبداوا يخبطوا على الباب، يسلموا على الكيس الجنيني، ازيك يا عمي؟ عندكم عروسه؟ عارفين الناس اللي هم بتوع الصينيين دول لما بييجوا يخبطوا على الباب يقول لك عندكم عروسه؟ هم دول. فيقول لك عندكم عروسه، فعم يقول له ده احنا عندنا 8 عرايس بسم الله ما شاء الله، يعني عندنا عرايس كده زي العسل، عندنا واحده بيضه. فهو يقول له انا عايز دي، يقول له لا استنى هي مش بيضه، يعني هي بيضه، هي اسمها كده. قال له يا عم مش مشكله بيضه. فتلاقي يقول له خلاص يلا اتجوز. فالنواه الذكريه الاولانيه نون نواه ذكريه زائد البيضه. هو كان فاكرها بيضه يعني بيضه، فيقول لك ان هي البيضه عادي. البيضه هيدوا ايه؟ هيدوا زيجوت، والزيجوت دهوت هيدي جنين، فيقعد يجننهم بقى. جنين 2 نون وده 2 نون، وده بنسميه اخصاب خليه البيضه. بعد كده خلاص دي اتجوزت اتقفلت، فيجي يقول له ها انت هتتجوز مين؟ يقول له والله احنا عندنا خليتان مساعدتان. يقول له لا، مساعدتان كانوا بيساعدوا مين؟ بيساعدوا البيضه مرات اخويا، يعني اخويا اتجوز البيضه الملكه وانا اتجوز الوصفات بتاعتها. لا يا عم الحاج، وبعدين ما انا لو اتجوزت واحده الثانيه هتزعل. يقول له خلاص خد واحده من البعده. يقول له لا انا جاي من بعيد، انا جاي من سفر من عند فوق، من عند الميسم وإشي ميسم وقلم ومبيض وبتاع. لا يا عم انا هروح لحد الناحيه الثانيه. يقول له هات حاجه قريبه شويه. يقول له عندنا نواتين نواه الكيس الجنيني او النواتان القطبيتان. يقول له انا هاخدهم شروه، معلش يعني اصل دي مش خلايا، ده هم انويه. يقول له بص ادمجهم لي مع بعض، لفهم لي لفه محترمه وهتقول. قال له ما فيش مشكله، يلا الاثنين مع بعض. فيعملوا كده هو نون زائد نون اللي هم نواه الكيس الجنيني، يعملوا النواه الناتجه من اندماج نواه الكيس الجنيني، فيدوا 2 نون. بعد كده تندمج مع النواه الذكريه الثانيه فيدوا ايه؟ يدوا حاجه اسمها نواه الاندوسبيرم اللي هي 3 نون. نواه الاندوسبيرم 3 نون. ونواه الاندوسبيرم ديت بعد كده بتقعد تنقسم لحد ما تدي حاجه اسمها نسيج الاندوسبيرم اللي هو 3 نون. بس يا عم الحاج الدنيا بسيطه خالص خالص خالص. تعال نقرا الكلام ده. استكمال ملحوظات التكاثر في النباتات الزرعيه. اول حاجه عمليه التلقيح والاخصاب. التلقيح الذاتي في شويه مقارنات كده. التلقيح الذاتي بيبقى اقل في التكلفه البيولوجيه. ليه؟ لان هو نفس الفرد. زي كده
التكاثر الجنسي في الفوجير، لان هو فرد واحد خنثى عنده الانثريديا والارشيجوني، فهنا برضو في الطلع والمتاع، المتك والمبيض، فالاثنين موجودين. اقل في التكلفه البيولوجيه لانه فرد واحد، واقل في التنوع الوراثي لانه فرد واحد. هنا العكس بقى، اكثر في التكلفه البيولوجيه ولكن اقل في الايه، وافضل. هو اكثر في التكلفه، مكلف دي حاجه وحشه، ولكن افضل في التنوع لانه حاجتين. اذكر شروط حدوث كل منهما. اهم الحدوث، شروط حدوث التلقيح الذاتي ان تكون الزهره خنثى، وان الراجل راجل، والاثنين يتجوزوا وجاهزين في نفس الوقت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المتك اعلى من الميسم عشان تسقط حبوب اللقاح كده اهو، والاثنين نضج شقي الاعضاء الجنسيه في ان واحد. اعكسهم تلاقي شروط التلقيح الخلطي، بالاضافه ان هي لو كانت وحيده الجنس اصلا هيحصل خلط. اهميه التلقيح توفير الامشاج المذكره، تمام، زائد اكتب كده اهو تنشيط الاوكسينات، ولو اني هتلاقيني كاتبها تحت، ما علينا. زائد، بص بقى، تلقيح زائد اخصاب يبقى تكوين بذره وثمره. طب تلقيح بدون اخصاب يبقى تكوين ثمره بدون بذره، اللي هو بنسميه اثمار عذري، عن طريق هي تنشيط الاوكسينات وتحفيز المبيض. واكتب بقى الجمله اللي انا قلتها لك: بمجرد وقوف حبه اللقاح على الميسم يتم تنشيط الاوكسينات فيتحول المبيض الى ثمره حتى لو لم يتم الاخصاب. الاخصاب هو اول حاجه فيه انبات حبه اللقاح، بعد كده الاخصاب المزدوج. ايه هو انبات حبه اللقاح؟ دي حبه اللقاح اهيت، عندك نواه انبوبيه ونواه مولده. النواه الانبوبيه نازله بتعمل انبوبه اللقاح ثم تتلاشى، بعد كده النواه المولده بتنقسم انقسام ميتوزي فتدي نواتان ذكريتان. ماشي. الاخصاب المزدوج هو اخصاب بينقسم لحاجتين: اخصاب خليه البيضه والاندماج الثلاثي. نواه ذكريه زائد البيضه يدوا زيجوت 2 نون ثم جنين. الاندماج الثلاثي نواه ذكريه زائد نواتان قطبيتان، نون زائد نون زائد نون يعني 3 نون، اللي هو نواه الاندوسبيرم اللي بتدي نسيج الاندوسبيرم. بص كده، الانويه المشاركه في الاخصاب المزدوج 5: نواتان ذكريتان، نواه خليه البيضه، والنواه الكيس الجنيني. ماشي. ايه اللي حصل هنا؟ هو ده الميسم، حبه اللقاح بدات تكون انبوبه اللقاح ونازله هي، بعد كده النواه الانبوبيه وصلت لحد هنا، بعد كده حصل الاخصاب وتكون بقى جوه الجنين وحواليه الاندوسبيرم. الجنين اللي هو 2 نون والاندوسبيرم اللي هو 3 نون. يلا بينا نتكلم عن تكوين البذره والثمره ونختم هذه الحصه. طيب، الجزء الاخير تكوين البذره والثمره. الجزء دوت مش سهل، الجزء ده عبيط، بس انتوا اللي بتستصحبوه. ليه بقى؟ تعال نتخيل كده احنا واصلين فين. بس احنا بقالنا كتير غارزين دماغنا كده اهوت في الحته بتاعه المبيض، احنا عايزين نطلع ونعمل زوم اوت عشان نشوف الزهره بشكل كامل. فهتلاقي، يلا عملت زوم اوت معايا، ادي التخت وادي الكأس، فاكر الكأس، وادي التويج وادي الخيط وادي المتك، بس هتلاقي المتك بقى اتفتح عشان حبوب اللقاح خرجت منه، وادي الميسم وادي القلم وادي المبيض، وهنا برضو كان في خيط وعلى قمته متك، ودلوقتي عندك هنا تويج وكأس، وبعد كده فينا هوت ايه، العنق. ماشي. ايه اللي حصل بقى؟ اللي هنا الموجود دلوقتي ديت البويضه، لا عقبال عندك دي بقت بذره، وده جنين، واللي حوالين الجنين ده حاجه اسمها الاندوسبيرم. الله الله الله. تعال نشوف بقى ايه اللي بيحصل. والله الدنيا سهله جدا. الكأس انت محتاجه في حاجه؟ لا، يتلاشى الكأس والتويج والطلع والميسم والقلم، ولا يبقى من الزهرة سوى المبيض. الله، طب ما انا عارف ان المبيض بيتحول الى ثمرة، وان البويضة بتتحول الى بذرة، وان البيضة دهيت بسم الله ما شاء الله تحولت الى جنين، والغذاء دهوت اللي هو هيبقى غذاء الجنين بقى الاندوسبيرم، وان جدار المبيض هيبقى جدار غلاف الثمرة، وان غلاف البويضة هيبقى غلاف البذرة، وان الجنين والاندوسبيرم هم مكونات البذرة من جوه. جماعة والله العظيم انا عارف ان انت ايه ده، هو الموضوع بالبساطة دي؟ ايوه بالبساطة دي، مع شوية استثناءات. الاستثناء الاول، مش انا قلت لك الكأس بيتلاشى؟ بالله عليك، الرمان بيبقى فيه الكأس والأسدية، ده استثناء. مش انا قلت لك الكأس بيتلاشى؟ لا يا عم الحاج معلش، الباذنجان والبلح بيبقى فيهم الكأس. وعلى فكرة الكلام ده مش جديد، ما انا قايله لك في تركيب الزهرة في الاول، كنت مجمعها لك في الرسم. طب انت عارف التويج بيبقى في القرع والكوسة، الخيط والمتك اللي هو الأسدية بيبقى في الرمان،
في حاجه تانية، مش احنا المفروض المبيض بيتحول الى ثمره ما عدا حاجه اسمها التخت، ساعات هو اللي بيتشحم، يتشحم يعني يتخزن فيه الغذاء، فيبقى هو الثمره بس بنسميه ثمره كاذبه. زي مين؟ زي التخت تفاح. وقلت لك في امثله تانية زي الكمثرى والفراوله، بس مش عليك، تفاح وخلاص. قال له طب ما الدنيا سهله ايه؟ ما هي سهله فعلا. مين قال ان هي صعبه؟ تاني والله انا هرسمها تاني في ثانيه. يلا برسمه اوضح شويه. تخت، كأس، تويج، خيط، متك، ميسم، قلم، مبيض. اهو تويج، كأس، وده العنق. التخت، او خلينا نقول الطبيعي الاول. الطبيعي الحاجات اللي انا هعملها بالاخضر، يتلاشى الكأس والتويج والخيط والمتك اللي هو السوداء يعني او الطلع، والميسم والقلم، ولا يبقى من الزهرة سوى المبيض. المبيض يتحول الى ثمرة، والبويضة تتحول الى بذرة، والبيضة تتحول الى جنين، والغذاء اللي حواليه اللي هو الاندوسبيرم. والاندوسبيرم دوت اسمح لي اطلعه بره كده لان هياخد مسارين بعد كده. الاندوسبيرم ممكن يفضل موجود فنسميها بذور اندوسبرميه فلقه واحده، او يتاكل فنجيب له غذاء فيه فلقتين فنسميها ذوات الفلقتين لا اندوسبرميه. ماشي. طب ايه الاستثناءات اللي عندك؟ تعال نقول الاستثناءات باللون الاصفر. اول حاجه الكأس بيبقى في 3 حاجات: الرمان والباذنجان والبلح. التويج بيبقى في القرع والكوسة. الأسدية بتبقى فيه الرمان، يبقى الرمان بيبقى فيه الكأس والأسدية. التخت ممكن يبقى ثمرة في حالة التفاح ونسميها ثمرة كاذبة. طب ايه اللي بيحصل بقى في التفاح؟ التخت بيحوط على المبيض. خلي بالك المبيض بيفضل موجود بس بيضمر. عارفين التفاحة مش بيبقى فيه حتة في نصها فيها البذر اللي هي الحتة اللي ما بتتاكلش دي؟ بتاكلوها؟ ما بتاكلوهاش، ما بتتاكلش. المهم الحتة اللي في المبيض دي اللي بتتشال في الآخر هي دي المبيض. ده المبيض وجواه البويضات، جواه البذور. ولكن مين بقى اللي حوط عليه؟ التخت كال المبيض. تمام؟ كويس جدا. طيب ايه تاني ممكن نقوله؟ كان في الرمان. كنت عايز اقول الرمان صح. الرمان يا جماعه مش هو عباره عن ثمره؟ يبقى هو عباره كان عن مبيض. طب المبيض ده عضو الايه؟ عضو التأنيث. يبقى هو زهره مؤنث. لا اصبر، بس الرمان بيحتفظ بالأسدية. طب مش الأسدية ديت اللي هي عبارة عن الخيط والمتك اللي هو عبارة عن الطلع اللي هو عبارة عن عضو التذكير؟ يبقى الرمان زهرة خنثى. يا ابن اللذينة، مش متقالة في الأزهار النموذجية. الأزهار النموذجية قال لك فول تفاح بصل بتونيا وسكت. أنا قلت لك زود الرمان وهنستنتجها مع بعض، أدينا استنتجناها. لأن ثمرة الرمان، الثمرة يعني مبيض، فخلاص هو مبيض يبقى مؤنثة أهي. بس اصبر، ده هو بيقول لك بتحتفظ بالكأس والأسدية. قال لا، طب ما الأسدية هي الطلع، والطلع يعني مذكر ومؤنث يبقى خنثى. تمام، يبقى زهرة نموذجية. يلا نتكلم عن مصير الاندوسبيرم. كده الاندوسبيرم هيتكون، وكده الجنين حواليه اندوسبيرم، ده ما فيهوش خلاف، لازم يبقى موجود. ولكن المشكله مش في انه يتكون ولا ما يتكونش، المشكله في المصير بتاعه. بعد ما يتكون ايه اللي هيحصل؟ تعال نتكلم ان الجنين ممكن يبقى حاجتين. ممكن يبقى جنين محترم، وممكن يبقى جنين مفجوع. عشان بس نفتكرها. يعني الكلام دوت، تخيل كده انت جيت للجنين وقلت له بص احنا هنجيب لك غذاء اسمه الايه؟ اسمه الاندوسبيرم. وظيفته يا عم الجنين ان انت ما تاكلوش دلوقتي. امال وظيفته ان انا اكله امتى؟ تاكله عند الانبات. مش انت يا عم الجنين جوه البذره، والبذره دي في يوم من الايام هنحطها تحت سطح التربه اهو الجنين وحواليه الاندوسبيرم. والاندوسبيرم ده بالمناسبه بقى نشويات لونها ابيض. فنقول له خلي بالك اوعى تاكل الاندوسبيرم، وحوش الاندوسبيرم ما تمدش ايدك عليه. والقرش والاندوسبيرم الابيض ينفع في الطين الاسود. على فكره والله حلو، ركز كده، الاندوسبيرم الابيض ينفع في الطين الاسود. حد واخد بالك؟ مش هو مزروع في الطين. طب حاجه مزروعه في الطين هل هتعرف تعمل بناء ضوئي؟ لا. فبالتالي لازم يكون معاه غذاء يتغذى عليه. وبعدين هو اصلا عنده جذر وساق واوراق عشان يمتص ميه واملاح ويوصلها بالساق، يوصلها للورقه اللي فيها ما عندوش اي حاجه اصلا. فلازم يكون عنده غذاء. فنقول له الاندوسبيرم الابيض لانه نشا لونها ابيض، ينفع في الطين الاسود لانه انا مش بشتم، هو فعلا طين اسود، فاهمني؟
والله جمله رائعه. فتلاقي ان هو بقى بيعمل ايه بقى؟ المفروض ان هو ياكل الاندوسبيرم ويكون جذر او جذير ينمو الى جذر يمتص الماء والاملاح يوديها للساق عشان الخشب، والساق توديها للاوراق اللي فيها البلاستيدات والكلوروفيل عشان لونها اخضريقه، فبالتالي تقوم بعمليه البناء الضوئي. لما النبات يقف على رجله ايه؟ يقف على جدره ويكون جذر وساق واوراق، ساعتها بيكون الاندوسبيرم خلص. نقف نديله تعظيم سلام 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 يا صاحبي، وشكرا على ان انت وقفت جنبي ايام ما كنت محتاجك، ودلوقتي خلاص انا اقدر اعتمد على نفسي واقف على ايه؟ برضو على جدري يا ولا رجلي ايه؟ اقف على جدري. فهمت الفكره؟ يبقى ده المفروض الاندوسبيرم خلق علشان. فتخيل بقى ان الجنين ده طفل صغير وانت بتقول له ايه؟ خلي بالك احنا لسه منخزنين البذر دلوقتي، ما زرعناكش، انت لسه ما اتزرعتش، ما تاكلش الاندوسبيرم دلوقتي. فانت تقوم جاي له اوعى تاكله، فالجنين يقول لك مش هاكله. لا، في جنين محترم يفضل لا هم قالوا لي ما اكلش فمش هاكل. واد محترم كده اللي هم العيال اللي بيبقوا كيوت اللي بيطلعوا في التلفزيون دول ما بنشوفهمش، انا عيالي هيبقوا كده تمام. اي ناس تانية ماليش دعوه بيهم، عيال ناس تانيين لا، بس انا عيالي هيبقوا نضاف زي بتوع التلفزيون كده او احسن كمان. المهم في عيال بقى دول اللي احنا عارفينهم الموجودين في المجتمع، هتلاقي هو بس اول ما الباب يقفل يقوم جاي باص للاندوسبيرم ويبص له بصه حمد الوزير ويقوم جاي واكله، ياكل الشوكولاته ويدهن بيها وشه، وبعدين ترجع تقول له فين الشوكولاته اللي انت سبتها؟ يقول لك ما اعرفش. يقول له ده انا اللي سابق، يقول له ما اعرفش ماليش دعوه، وعامل ايده كده، ايده مليانه شوكولاته ووشه يقول له امال ايه اللي قدامك دي؟ ما اعرفش، تقريبا كده حد وانا نايم كده وانا قام جايب الشوكولاته كده وتقريبا سيحها وقعد يعمل لي كده اهو كده اهو كده اهو، وانا ما اكلتش اي حاجه. فاهمني؟ هو ده بقى الجنين المفجوع اللي بيتغذى على الاندوسبيرم قبل ما يتزرع، قبل ما نحتاجه. فتلاقي النبات يقول له يخرب بيتك، يعني هسيبه؟ ما هو مش هيسيبه، لازم نجيب له غذاء تاني. فيقول له الله يسامحك، فيضطر النبات الى تخزين غذاء جديد في فلقتين. والغذاء دوت بيبقى عباره عن ايه؟ بروتين غالبا. تمام؟ فاكرين فيلم لا تراجع ولا استسلام بتاع حزلقوم؟ ساعه لما اداله المسدس وقام قال له خلي بالك من المسدس ده، فهم مش عارف كانوا راكبين العربيه هوبا مطبق قام جاي المسدس وقام قال له معكش واحد تاني، قال له يخرب بيتك ضيعته. هو بالظبط. فانت بتقول للبذور الاندوسبرميه الجنين خلي الاندوسبرم دوت الاندوسبرميه خلي الاندوسبرم ده معاك او تاكله، فالجنين يقوم جاي واكل الاندوسبرم له معكش غذاء تاني، فيقول له يخرب بيتك كلته، فيجيب له يضطر يجيب له ايه؟ غذاء في فلقتين تانيين. انا مش عارف اهزق نفسي اكتر من كده ايه علشان ابقى افهمكم المعلومه، عشان برضو الحته دي بتمثل لبسه عندكم. جماعه هل في اي جنين في الدنيا لم يتكون معاه اندوسبرم؟ هتقول لي اه لا اندوسبرميه، كده انا هديك في وشك على طول يا ولا. حتى اللا اندوسبرميه تكون معاها اندوسبرم والله، بس الجنين كله كان مفجوع فاضطرينا نجيب له غذاء في فلقتين فيبقى بروتين. انما الاجنه المحترمه التي لا تاكل الاندوسبرم كاملا وتخلي منه شويه ينفعوها في الطين الاسود، الاندوسبرم الابيض ينفع في الطين الاسود، فاهمني؟ دي بنسميها اندوسبرميه. في شويه خصائص بقى لدي وشويه خصائص لدي. اول حاجه ان دي بتبقى فلقه واحد، اما ديت اهو فلقتين، ده خاصيه. الخاصيه الثانيه ان هنا بيلتحم جدار المبيض مع اغلفه البويضه لتكون ثمره بها بذره واحده تعرف بالحبه. يا لهوي انا على الجمله، نفهمها الله يكرمك وما تتعبنيش. ده جدار المبيض ودي اغلفه البويضه، بتلاقي الحته ده اهي بتلزق في الحته دي. الله ثواني اللي انا اعرفه يا دكتوره ان الحته ده اهي اللي هو المبيض بيتحط فيه غذاء فيعمل حاجه كده اسمها الثمره، وان البويضه ده اهي بتعمل حاجه اسمها البذره. فالثمره والبذره اشياء مستقله بذاتها ويمكن فصلها عن بعضها. الكلام ده مش هنا بقى. ايه اللي بيحصل؟ المفروض كده اعملها ازاي اهي. بص يا عم، ده كده جدار المبيض اهو، الحته دي الحتتين اللي انا مظلله ده جدار المبيض ودي اغلفه البويضه. المفروض الحته اللي في النص دي يحصل فيها ايه؟ تتشحم بالغذاء، عشان الحته دي اسمها ايه؟ دي الثمره، واللي هنا بذره. ايه رايك بقى لو حصل الجمله الاتيه؟ انا هقولها مره وبعد كده همثلها. يلتحم جدار المبيض مع اغلفه البويضه لتكوين ثمره وهي هياها البذره وهي هياها الحبه. هما الثلاثه حاجه واحده. ازاي؟ يلتحم جدار المبيض مع أغلفة البويضة. طب فين الثمرة؟ أهي. طب فين البذرة؟ أهي. طب فين الحبة؟ أهي. يعني فين الثمرة؟ أهيت يا عم. البذرة بقى يا ابني ما هي. طب الحبة أهي. هل يمكن فصل الثمرة عن البذرة؟ لا. ليه؟ لا يمكن فصل الثمرة عن البذرة لأن الاتنين لزقوا في بعض، ما بقاش فيه الكلام ده بقى. أمال فيه إيه؟ بص الميسم قلم المفروض دي البذرة صح؟ بنبص لقينا بدل ما
يا لهوي، اهو الاتنين لزقوا في بعض. جدار المبيض لحم في اغلفه البويضه، فبقت الثمره والبذره حاجه واحده، لا يمكن فصل الثمره عن البذره. انما هنا لا، الكلام بقى عادي عادي خالص. ادي الثمره لوحدها، وادي البذره لوحدها، وهيت. بس في حاجه، الاغلفه بتاعه البويضه تتصلب لتكون حاجه اسمها القصره. والله العظيم انا محضر لك حته رسمه عنب او عجب، حاجه كده هتعجبك قوي. بس يلا نقرا الكلام دوت. تكوين البذره والثمره. يتلاشى الكأس والتويج والقلم والميسم، ولا يبقى سوى المبيض يتشحم الغذاء ليصبح ثمره. ما عدا بقى شويه استثناءات، التفاح والكمثرى بيتشحم فيهم التخت، فنسميهم ثمار كذابه وفلاحه زي عطيات. ماشي، تخت ثمار كاذبه. ما عدا عندك بقى الرمان بيبقى فيه الكأس والأزدية، وقلنا طالما ان هو الرمان بيبقى عباره عن ثمره، والثمره عباره عن مبيض، والأزدية ديت عضو التذكير، طب والمبيض عضو التانيث، يبقى هو زهره خنثى. الباذنجان والبلح بيبقى فيهم الكأس، القرع والكوسه بيبقى فيهم التويج. المبيض بيدي ثمره، جدار المبيض غلاف الثمره. البيضه بتدي بذره، غلس البيضه بتدي غلاف البذره. وخلي بالك ممكن تتصلب في ذوات الفلقتين وتعمل حاجه اسمها القصره. ماشي. البيضه زائد نواه ذكريه بيدوا جنين، نواتان قطبيتان ونواه ذكريه يدوا اندوسبيرم. يبقى دول الخمس انويه هم 2 نواه ذكريه، والبيضه والنواتان القطبيتان دول 5 بيشاركوا في تكوين الجنين والاندوسبيرم اللي هم محتويات البذره، جنين واندوسبيرم. تتلاشى بقى الخلايا السمتيه والمساعدتان. يبقى ثقب النقير ليساعد في دخول الماء الى البذره عند الانبات. انبات، انبت، فعل رباعي يبقى همزه قطع. طيب تعال نشوف كده. الميسم بيتلاشى، القلم بيتلاشى، جدار المبيض بيدي غلاف الثمره، اغلفه البويضه بتدي اغلفه البذره، البويضه بتدي بذره، الكيس الجنيني، الخليتان المساعدتان بيتلاشوا، البيضه بتدي جنين، ثقب النقير يبقى لدخول الماء عند الانبات. النواتان القطبيتان بيدوا اندوسبيرم، الخلايا السمتيه بتتلاشى. طيب ده قطاع طولي في مبيض ناضج، وكل حاجه هتحصل وهتبقى ايه حاجه كده. جماعه بالله عليكم نقدر الرسومات ونقدر التعب ونقدر هذه المذكره الجميله، وننزل نطبل. خد طبلتك، انزل تحت، اكتب بقى مما يلذ وطاب، وقد ايه الجمال دوت، يخرب بيت الحلاوه، يا لهوي انا، يا ده احنا ما سمعناش احياء قبل كده، ده انا ما كنتش عايش وعشت، انا فاهمني، ده انا ودوني المستشفى دلوقتي من كتر جمالك، حاجه زي كده يعني، نفس الليفل ده او اعلى شويه. وانت وشطارتك بقى، كل ما تزود انا اتبسط اكتر، فتلاقي الدنيا بقت لذيذه. ماشي. مصير الاندوسبيرم. بيبقى في البذور الاندوسبرميه اللي هي ذوات الفلقه الواحده، تلتحم اغلفه البويضه مع جدار المبيض لتكوين ثمره بها بذره واحده تعرف بالحبه، ولا يمكن الفصل بينهما. اهو لا يمكن فصل الثمره والبذره. ايه اللي حصل؟ الف وب، الاثنين التحام الف وب، جدار المبيض مع اغلفه البويضه عشان يكون والله العظيم رسمه شيك جدا يعني. ماشي. انما هنا بقى بيتغذى الجنين، ثم يضيف النبات غذاء اخر اللي هو البروتين في فلقتين. بتتصلب الاغلفه البيضيه عشان تدي القصره، تمام، اللي هو الغلاف الخارجي اهو القصره. هو للاسف كاتب القصره في ذوات الفلقه الواحده برضو، بس سيبك من الحته دي. الكلام ده على فكره من الرسمه ديت انا تقريبا جايبينها من حاجه تبع الوزاره، تقريبا من بنك المعرفه او تقريبا من منصه نجوى. بس القصره في كتاب المدرسه متقاله في البذور الايه ذوات الفلقتين بس هي عموما يعني القصره ان التصلب ممكن يحصل برضو على فكره في ذوات الفلقه الواحده، بس مالناش دعوه. الاندوسبيرم بيبقى عباره عن نشا، اما هنا بيبقى عباره عن ايه؟ عن بروتين. الامثله بقى القمح والذره والشعير والرز والبصل والتيوليب. هتقول لي طب البصل والتيوليب دول مش موجودين في المنهج، اقول لك لا والله موجودين. فاكرين الغلاف الزهري اهو، لو فاكر الغلاف الزهري لو فاكر كان بيقول لك يحدث في معظم نباتات الفلقه الواحده زي البصل والتيوليب، يبقى متقاله. الحاجات بقى اللي انت مش واخد بالك منها دي انا بجيبها لك انا. طيب الرسمه اللي انا بفتخر بيها، بص يا عم الحاج، ميسم قلم مبيض والحاجات اللي جواه. ركز بقى ايه اللي بيحصل. شايف الثلاثه دول مع بعض اللي هو جدار المبيض والاغلفه بتاعه البويضه لما التحموا مع بعض وعملوا الحته دهيت، فبقت بذره وثمره في نفس الوقت. دوت البيضه تحولت الى جنين، اللي هي نواه الكيس الجنيني او النواتان القطبيتان هيعملوا اندوسبيرم، حبه الذره، ودي اندوسبرميه ذات فلقه واحده. طب الناحيه الثانيه، جدار المبيض لوحده عمل جدار الثمره او غلاف الثمره، والمبيض ذات نفسه لوحده عمل الثمره ذات نفسها، واغلفه البيضه لوحدها تصلبت وعملت القصره. البيضه تحولت لجنين عادي، تمام. طيب بالنسبه لنواه الكيس الجنين هتلاقيهم رايحين هنا ومش رايحين هنا، لانهم على فكره جم هنا وكونوا اندوسبيرم بس تلاشى الاندوسبيرم، انما دلوقتي في غذاء في فلقتين، تمام.
تمام. وهتلاقي بقى ان انا مشاور لك واحد عباره عن كذا بتحول لكذا وهكذا. طيب الاثمار العذري بقى لا يعتبر تكاثر. دي حته مهمه جدا. يجي يقول لك كيف يتكاثر الموز والاناناس؟ يقول لك يتكاثر بالاثمار العذري. يا حمار، انا اسف ما بحبش اشتم حد، ومش بشتمك انت، لما بقول بشتم الواد اللي جنبك اللي بيقول لي يتكاثر الموز والاناناس بالتكاثر بالاثمار العذري. يا ابني الاثمار العذري مش تكاثر اصلا. ويعني ايه اثمار عذري؟ يعني ثمار بدون بذور. ويعني ايه بذور؟ بذور يعني جنين. طب جنين يعني ايه؟ ما هو ده اللي هيتزرع، ده اللي هيدي نبات جديد، ده اللي يكثر يعمل تكاثر. فهو ما يعتبرش تكاثر. يبقى يقول لك الموز والاناناس بيحصل فيهم اثمار عذري طبيعي، انما تكاثر بالاثمار العذري، بتكاثر بحاجه لا تعتبر تكاثر بسبب عدم تكوين بذره، وبالتالي لا يحتوي على جنين، فلا يزرع، فلا ينتج افراد جديده. الطبيعي في الموز والاناناس الصناعي يا اما ترش مياسم بحبوب اللقاح المطحونه في الاثير الكحولي. هتقول لي طب هي مطحونه، يبقى النواه الانبوبيه والمولده باظوا، يبقى كده هيحصل تلقيح بس. اقول لك طب ما ده اللي انا عايزه يا اخويا، ان التلقيح بس هيعمل اثمار بس، انما لو حصل تلقيح واخصاب هيعمل اثمار وابذار. اثمار وتبذير، اثمار وتكوين بذره. يعني احنا مش عايزين بذره، احنا عايزين من غير بذره، اثمار عذري. او ان انت بقى تستخدم ايه؟ اندول او نفسول حمض الخليك. النباتات الزهريه تتكاثر عن طريق الزهره، اما النباتات السرخسيه تتكاثر بالجراثيم وليس بالبذور. ماشي، ديت حبوب لقاح زائد بويضات بتعمل تلقيح واخصاب لتكوين البذره والثمر. اما ديت امشاج مذكره اللي هي الانثريديا، السبحات المؤدبه، ومؤنثه بتعمل تلقيح واخصاب لتكوين الزيجوت اللي بينمو الى فرد جديد على قد الشوق. يعني احنا خلصنا والله بجد، خلصنا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وان اعمل صالحا ترضاه، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. تم كلامنا وربنا محمود، وله المكارم في العلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما غرد قمري واورق عود. ربنا يوفقكم يا شباب، يا رب دايما 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 اسمع عن كل خير، لان انتوا فعلا تستاهلوا كل خير. عارفين ان الدنيا مضغوطه جدا جدا معاكم دلوقتي، ولكن يعني مش معنى ان الدنيا مضغوطه ان احنا نقصر معاكم او ان احنا ننزل حاجات متلصقه. لا، انا وعدتك ان الشرح هيبقى كافي ووافي، وبفضل الله لم ادخر اي مجهود علشانكم والله. دي حاجه اشهد بها امام ربنا سبحانه وتعالى، ويحاسبني ربنا عنها، لان انا هتحاسب عنكم في كل حاجه. فاشهد ان انا لم ادخر مجهود فعلا ان انا اوصل لكم كل معلومه. خلاص ناقص لنا ان شاء الله الدرسين بتوع التكاثر الانساني، ويبقى كده التكاثر يتفنش، المناعه والبيولوجيا ان شاء الله يتفنشوا بشكل محترم جدا. الاسئله بالله عليكم ما حدش يفوت الاسئله، اسمعوها. انا عارف ان الدنيا ضغط وفي حاجات كتير، بس صدقني هتفرق معاك. حتى لو كانت الاسئله المقاليه مثلا بتحس ان هو ايه ده سهله يا دكتور، حبيبي مش سهله والله. هي في كتير منها سهل، بس حتى السهل ده بيثبت المعلومه. حتى السهل دوت وانا بجاوبه ما بجاوبوش بطريقه تقليديه، وبتلاقي ان في حاجات انت ما كنتش واخد بالك منها، وكنت فاكر ان انت خلصت الاجابه وهي لسه ناقص في حاجات تانية. فما تفوتوش الحاجات دي. بفكركم دايما ان انتوا تصفوا نيتكم لله سبحانه وتعالى، وتصفوا نيتكم لزمايلكم بينكم وبين بعض. اياك يتسلل لقلبك اي حاجه من الحقد. وخلي بالك احنا بشر، واحيانا عينينا بتنظر لمن هو افضل منا خلقا، افضل منا علما، افضل منا في المذاكره، افضل منا في حاجات كتير قوي، في الماديات، في اللبس، في الشكل. ولكن افتكر دايما انما النعيم نعيم الاخره، وانما العيش عيش الاخره. والدنيا ديت يعني ربنا بيرفع الناس بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريه. ورحمه ربك خير مما يجمعون. فبالتالي الرحمه هي الافضل. واستعين بالله سبحانه وتعالى في ان انت تتخلص من من الاحساس ده. قول يا رب انزع من قلب الغل. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا واغفر لنا ربنا انك رؤوف رحيم. فخلي قلبك صافي وادعي لزمايلك كتير. انا شايف ان من اكتر اسباب ان انت تنزع الغل من قلبك هو ان انت تدعو للناس، فيتحول من حقد الى غبطه. يعني ايه غبطه؟ يعني انا اتمنى ما عنده ولكن لا اتمنى زوال ما عنده. ربنا يبارك له فيما عنده ويرزقني مثله او افضل منه، تمام، في الخير، وان انا استعمله استعمال خير. هو ممكن يبقى خلقه كويس وانت بقى خلق كويس وتقعد تتفضل على الناس، اصلا انا خلقي كويس، فهتلاقي ان انت اصابك العجب حتى لو مش قدام الناس، عجب داخل نفسك. انا كويس فهبقى كويس. لا، مش كويس، ده ربنا اللي خلاك كويس، فالحمد لله. يعني
عموما يعني ان الفتره ديت حاولوا انتوا تنقوا قلوبكم، لان لو طلعت من الثانويه بقلب نقي وصافي فدوت افضل ما قد كسبته من الثانويه. اما بالنسبه للامتحانات فمحدش يا جماعه يشغل باله ويقعد يفكر كتير هيحصل مش هيحصل. مش بايدك الحاجه اللي مش في ايدك، مش هتقدر تتحكم فيها، خلاص ما تضيعش فيها وقت، ملهاش لازمه يعني، فاهمني؟ ما هتعمل ايه بعد ما فكرت؟ مش تعمل حاجه، فخلاص يبقى نلغي التفكير. وانا عارف ان هو مش زراير ان انا خلاص صح صدق والله كلامك صح هضغط كده اهوت فهلغي التفكير. عارف ان هو ساعات بيبقى وسواس، ساعات بيبقى انا مش قادر ابطل تفكير يا دكتور. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعي ربنا دايما ان هو يا رب اكتب لنا الخير، يا رب اشغلنا بانفسنا، او مش اشغلنا بانفسنا، اشغلنا بالخير، اشغلنا بما ينفعنا. تمام؟ اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. ربنا يوفقكم يا شباب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بحبكم في الله. ما تنسوش دايما 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 صلوا على رسول الله. السلام عليكم. صبري يا نفسي، صبري يا نفسي معنا الله. مشوار الطب بدأنا خطاه.